لا صوت يعلو فوق صوت تصفيات مونديال البرازيل 2014. انتصارات وانكسارات، أحلام وكوابيس، منتخبات ودعت مبكرا وأخرى ما زالت تحاول حتى اللحظات الأخيرة. وصلنا إلى الجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، وما زالت ملامح الصورة لم تكتمل بعد. فقط الأردن هو المنتخب العربي الوحيد الذي ضمن التأهل للدور الآخر من التصفيات مع اليابان وأوزبكستان، بينما بقية المنتخبات العربية ما زالت تتعلق بخيوط الأمل. خيوط الأمل العربي كان يرسمها السد القطري في سماء الكرة الآسيوية، ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا، وينهي احتكار أندية شرق القارة اللقب الآسيوي. انتصار السد أعاد طرح السؤال من جديد حول هوية الدوري الأقوى عربيا. هل ما زال الدوري السعودي أم تغيرت الصورة؟ وسط كل هذا تتوزع اهتمامات الكرة السعودية ما بين تصفيات المونديال وأزماتها الداخلية، ما بين تحديد سقف الرواتب ولائحة الانضباط الجديدة، وانقطاع الحرارة ما بين الهلال وموبايلي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في خط الستة. على خط الستة هذه الليلة، من يصعد مع الأردن إلى الدور الأخير من تصفيات المونديال؟ معارك عربية ساخنة في الطريق إلى البرازيل. العلاقة بين الهلال وموبايلي، هل تخرج من الخدمة؟ من هو لاعب النصر الجديد؟ حصريا الإجابة في خط الستة. بعد تشكيل لجنة جديدة، لائحة الانضباط الجديدة هل ترضي كل الأندية؟ والسؤال الكبير في قضية الحلقة، تحديد سقف الرواتب، يشعل أزمة جديدة في الملاعب السعودية. وصراع خط الستة الليلة بعد فوز السد باللقب الآسيوي، ما هو الدوري الأقوى عربيا؟ إذن أرحب بكم أعزائي المشاهدين، وأرحب بفرسان خط الستة، الأستاذ محمد دويش، الأستاذ عاصم عصام الدين، الأستاذ منصور البدر، والأستاذ صالح الطريقي. أرحب بكم في البداية، وأعتب على سعيد الهلال معد البرنامج. يعني كثير حطيت لنا محاور يا سعيد، أرجو يعني أن نقدر فعلا نغطيها كلها، ولا إيش رأيك أبو سليمان؟ أكيد، لأنه يمكن من ضمن الملاحظات علينا أنه أحيانا نورد محور فيستهلكنا الوقت قبل أن نصل إليه، لكن هذا طبعا ما يرجع لسعيد صراحة، يرجع لنا نحن. أحيانا نتوسع، هو المعد مش أنت، مش لا بس أحيانا نحن نتوسع في المحور، وبالتالي لا نتيح وقت أو لا نضع وقت للمحاور الأخرى. بعد 3 سنوات المفروض يكون عرفكم انكم توسعون في المحاور كثير. عموما نبدأ يعني بداية، يمكن مثل ما قلنا يعني هي انتصارات وانكسارات، أحلام وكوابيس. الحقيقة اللي نبغى نتحدث عنها، هل يعني مثل هذه التصفيات اللي تشترك معنا فيها شرق القارة تكشف عن مستوانا الحقيقي، أن نحن على مشارف انتهاء الجولة حتى الآن، باستثناء منتخب الأردن ولا منتخب عربي ضمن الصعود للدور الأخير؟ قبل أن تجاوبني خلينا نشاهد هذا التقرير. ما بين انتصاراتنا شام الأردن ومفاجأة عمان وعودة الأخضر وصدمة الأزرق وتألق لبنان، دخلت مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل إلى مراحلها الحاسمة. رسميا منتخب الأردن هو الفريق العربي الوحيد الذي حجز مقعده في الدور الأخير من التصفيات مع كل من اليابان وأوزبكستان، بينما تواجه بقية المنتخبات العربية تحديات صعبة من أجل الوصول إلى نفس الدور. المنتخبات العربية في آسيا التي غابت عن مونديال جنوب أفريقيا الأخير تواجه الكثير من الصعوبات من أجل الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، وتوقفت معظم المنتخبات الكبيرة والمرشحة طويلا في محطات الإحباط والقلق، خاصة الأخضر السعودي الممثل الدائم للكرة العربية في المونديال منذ عام 94 وحتى 2006.
الأخضر السعودي تعثر في بداية المشوار وخسر من أستراليا وتعادل مع عمان وتايلاند، ولكنه عاد في الجولة الرابعة ليحقق فوزه الأول على تايلاند ويستعيد الأمل من جديد. والأبيض الإماراتي خرج مبكرا من السباق ومبكرا جدا، وتعرض يوم الجمعة الماضي لهزيمته الرابعة على التوالي أمام نمور كوريا الجنوبية. المنتخب الكوري يقترب من الفوز، من الصدارة، من النقاط العشرة، من هدف الفوز وحسم المباراة وحسم النقاط. أما الأزرق الكويتي بطل خليج 20 باليمن وصاحب البداية القوية في التصفيات تعرض لصدمة غير متوقعة في الجولة الرابعة عندما خسر أمام المنتخب اللبناني بهدف دون رد على ملعبه وتراجع للمركز الثالث. وفي المقابل نجح المنتخب العماني يوم الجمعة الماضية من تحقيق مفاجأة تاريخية بالفوز على أستراليا بهدف عماد الحسني ليشعل المنافسة في المجموعة الرابعة. أما المنتخب العراقي في المجموعة الأولى يحتاج إلى نقطة يتيمة فقط ليؤكد تأهله رسميا، وذلك بعد الفوز الصعب على المنتخب الصيني بهدف يونس محمود في الدقيقة الأخيرة. وفي المجموعة الخامسة المنافسة شديدة السخونة بين كل من إيران وقطر والبحرين، وتشهد مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة 4 مواجهات عربية ساخنة وحاسمة في صراع التأهل للمرحلة النهائية، حيث يلتقي المنتخب الأردني نظيره العراقي بالمجموعة الأولى، وتلعب الكويت مع الإمارات في المجموعة الثانية، ويحل المنتخب العماني ضيفا على السعودية في المجموعة الرابعة، بينما تستضيف قطر المنتخب البحريني في المجموعة الخامسة. والسؤال الذي يطل برأسه من الآن وقبل الحسم: هل المنتخبات العربية في آسيا بهذا الأداء قادرة على تغيير الصورة عندما تبدأ المواجهات الأكثر صعوبة في المرحلة الأخيرة من التصفيات؟ يعني أنا كنت طرح عليك سؤال، لكن خلني أبدأ الحديث. يعني ما دام ذكر منتخب الإمارات، يعني نعم نحن صار لنا سنوات ونحن أملنا كله على المنتخب الأولمبي، صار لنا سنوات أن منتخبنا الأولمبي هو مستقبل كرة الإمارات، لكن للأسف يعني أني أظهر من هذه المجموعة بلا نقطة ولا نقطة واحدة، هذه كارثة بكل المقاييس. تفضل أبو سليمان، طرحت عليك. بسم الله. هو السؤال كبير أبو زايد حقيقة، يعني يحتاج يمكن إلى حلقة واحدة كاملة، لكن أنا من وجهة نظري أن القصة بين الشرق والغرب في آسيا هي صحيح أنه في فوارق كبيرة حصلت في موضوع نظام الاحتراف، النظام المؤسسي، خاصة لما تقارن اليابان وكوريا مثلا بدول الخليج أو بالأردن أو بالعراق إلى آخره. لكن أنا أعتقد أنه حتى على مستوى الأندية القصة قصة أجيال. أنا من وجهة نظري ومن خلال متابعة طويلة للكرة الآسيوية أظنها قصة أجيال. يعني يأتي جيل في الأمارات يصل لكأس العالم، يأتي جيل السعودية، وإن كانت الكرة السعودية يمكن أجيال يعني ظلت جيل يرث جيل. الكرة العراقية، الكرة الإيرانية، يعني أتذكر مثلا أذكر في تصفيات كأس العالم في الأرجنتين المنتخب الإيراني هزم المنتخب السعودي 3-0 في الرياض، بالصف الثاني هزم المنتخب السعودي في طهران 2-0. في ذاك الوقت كانت اليابان مثلا لا تشكل أي شيء بالنسبة للفريق السعودي. أظن المسألة مسألة أجيال. لو ناخذ الأردن مثلا الآن كلها، حتى في آسيا، شرق آسيا أيضا كلها، أنا أعتقد أنها فارق أجيال ليس إلا.
لا انا يمكن اختلف وياك هنا واتفق ويا صالح ان ممكن تكون كوريا اجيال بالنسبه لنا نحن مرحله وتنتهي ويصبح فراغ بعدها الى ان يجي جيل ثاني، بينما حتى الان الكوريين واليابانيين من حطوا جهدهم في كره القدم وحطوا اهدافهم ماشيين جيل ورا جيل. انا قلت لك الكره السعوديه ايضا ظلت من تقريبا 84 لغايه ال 94 وهي جيل يرث جيل. وهذا يمكن الجيل الان يعني كوريا على فكره مرت بهزه كبيره، تذكر انت في تصفيات اسيا اللي هنا ضمن هزمه ما عليه اعتقد 6-0 6-2 من او 6-2. اليابان تقريبا من نهضت وهي محافظه على، هي القصه زي ما قلت لك يعني ممكن يدخل فيها ابو زايد انك كيف تكون جيل، ما هو الاحلال؟ هل هناك احلال ولا انت متمسك بجيل انتهى؟ الاستمراريه. نعم. ابو بدر يمكن يعني اذا كان التعاقب اجيال خلينا نستثني منتخب الاردن اللي بين المجموعات كلها، يعني منتخب النشامه حقق العلامه الكامله، يعني مصر يوصل كاس العالم. وحقيقه المنتخب الاردني الوحيد اللي ماشي برتم جيد، يعني رغم انه في مجموعه مع العراق مع الصين مع سنغافوره، لكن حقق 4 انتصارات وضمن التاهل، وربما ايضا يحسم مواجهه العراق اذا حسمها ايضا بالفوز في مباراه الغد، بيكون الاردن موضوع ثاني. انا اشوف الظروف تختلف من منتخب الى منتخب، صحيح انه في يعني متشابه الى حد ما في منطقتنا الخليجيه على وجه التحديد، الظروف متشابهه الى حد كبير. مثلا الكويت كلنا تفاءلنا بالمنتخب الكويتي في الفترة الأخيرة على أساس أنه بدأ يستعيد وضعه الطبيعي، وبدأت تعود الكرة الكويتية تأخذ مكانها الطبيعي على مستوى غرب آسيا وعلى المستوى الآسيوي أيضا، لكن شاهدنا يخسر بين جماهيره أمام المنتخب اللبناني بها. لا كان جسر عبور، يعني نظرة المنتخب اللي يكون جسر العبور لأي من المنتخبين اللي بيصعدون في مجموعة. نعم كان الكويت كان مرشح، كان لبنان كجسر عبور صحيح، لكن الآن التصفيات نحن غالبين لبنان 6 ورجعت لبنان هزمت الامارات ايضا. حتى الكويت لبنان هزمت الامارات وهزمت الكويت الان ايضا، صار رصيدها 7 نقاط في المركز الثاني. اشوف الامور كلها ربما تحسم في مواجهات الغد. المنتخب السعودي لو فاز على المنتخب العماني وفاز المنتخب الاسترالي على التايلندي، انتهت الحكايه بتاهل المنتخب السعودي والمنتخب الاسترالي بطبيعه الحال. منتخب البحرين والقطر ايضا مباراه قد تكون أقوى مباراة أيضا غدا، تجمع البحرين والقطر، وفوز قطر أيضا يحسم الأمور نهائيا بالنسبة للمجموعة هذه. إجمالا تصفيات كأس العالم تمر فيها أيضا ظروف، تمر فيها أحيانا موضوع مدربين يؤثر على المنتخب، أحيانا تأخر، مثل المنتخب السعودي فرط يعني في الجولة الأولى كاملة لأنه إعداده تأخر كثير، التعاقد مع مدرب جاء في وقت متأخر. لو كان الإعداد جيد لدى الكرة السعودية من الكفاءات من اللاعبين ما يعني يهيئ للمنتخب السعودي تحقيق نتائج أفضل مما تحقق في الدور الأول، وكان في وضع ربما أفضل أو ضمن التأهل أيضا للمرحلة الثانية. عموما يعني مجموعات متشابكة وأمور متداخلة، غدا سيكون يوم حاسم إلى حد كبير أتوقع يكون في المنافسات. نحن الحين أبو إبراهيم ما نتحدث عن يعني أن مين بيصعد، لكن نتحدث نحن الجولة يعني بعد الجولة الثالثة ما زالت منتخباتنا العربية تعاني. هل ستوصل؟ شو اللي بيعملونه في الدور اللي بعده؟ معركة كسر العظم، شو اللي بيعملونه؟ إحدى المؤشرات دائما لك، هل أنت تتقدم؟ هل أنت ثابت؟ هل أنت تراجعت؟ هي نتائج المستقبل مع الحاضر مع الماضي، تبدأ تقيس عليها تعرف وين أنت ماشي. منتخب الإمارات ما زال يدور، مرة يدخل مرة يطلع، يعني مرة يدخل التصفيات اللي بعدها. المنتخب السعودي كانت المرحلة هذه أشبه باستراحة، إنه ضامن هو مين حيلعب في النص. الآن أصبح المنتخب السعودي يفرح لأنه فاز على تايلاند بفرح جنوني، وهذا مؤشر إنه أصبحت كرة القدم على مستوى الخارجي أصبحنا جائعين للفوز حتى، وهذا دليل على أنه تأخر. إحدى إشكالاتنا إحنا لدينا الجانب الاقتصادي، ما عندنا مشكلة. في دول الخليج ليس لديها مشكلة في الجانب الاقتصادي، لديها مشكلة في الجانب التخطيط، في العمل الجماعي لديها مشكلة في اللاعب نفسه. اللاعب نفسه ليس لديه طموحه محدود جدا، طموحه أنه يأخذ عقد
وفقط، ليس لديه طموحات كبيرة، طموح أنه يحقق أنه يروح يلعب في الدوري الأسباني، أنه يصير مثل ميسي، مثل ما عندهم الطموح هذا، غير موجود لأسباب عدة، أسباب قد يكون شخصية موجود يا أبو إبراهيم، لكن القدرة ما عنده، ولا الطموح لا حتى الطموح اللي عنده يكون بالخفاء. يعني لو جاء ناشئ وقال أنا أبغى أصير أفضل لاعب يضحكوا عليه من حوله، كيف بيصير؟ لأن عنده معلق جعله ميسي يعني. كيف؟ في معلق حقق له الطموح جعله ميسي. لا ما هي اكبر من كونه معلق. لا. يعني انا اقول لك عن حاجه يمكن لا هي ابراهيم في الحديث ان التخطيط، ان يعني العمل الاداري. يعني كان في لقاء قبل فتره مع سمو الشيخ حمدان بن مبارك، وعندنا سمو الشيخ حمدان بن مبارك حين يتحدث رياضه يفهم في شو يتحدث فيه، عارف شو عن يتحدث. من ضمن الكلام اللي قال رابطه المحترفين عندنا ما ادري ليش انشئت وما ادري ليش حلت. قال ثقافة لاعبنا حتى الآن بعد الاحتراف ما غير المقهى اللي يجلس فيه، وهو يقصد طبعا الجلسات والشيشة. بالضبط هذا اللي أقول لك إنه مشاكل كثيرة للأسف الشديد. دول أخرى في غرب آسيا، في شرق آسيا، مشكلتها اقتصادية. احنا ما عندنا مشكلة اقتصادية، لكن عندنا باقي المشاكل، مشكلة فكرية يعني. باقي المشاكل كلها بجميع الاتجاهات، بما فيها حتى الإعلام أيضا يدخل مع في المسألة هذه. عندنا إشكالية حتى في الإعلام، يعني حتى إشكالية في الإعلام. من الأشياء اللي تثير الضحك إنه هناك إعلامي من انتقد محمد نور لأنه لعب له الفريدي كرة وضيعها. كيف مع أنه قبل كانوا ينتقدوا ياسر لأنه محمد نور لعب له. هذه النهاية إشكالية كبيرة حقيقة، لدينا إشكالية كبيرة جدا. تفضل. أنا أعتقد أنه القارة صاروا فيها ثلاثة كبار: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية. هذول ثابتين صراحة. كل بقية المنتخبات زي ما تفضل بسليمان، هي مسألة أجيال، بما فيها فرق شرق آسيا. يعني لا نبالغ في حكاية أنه شرق آسيا تقدموا باستثناء كوريا واليابان، البقية أنا أشوفهم عاديين. كوريا الشمالية تأهلت لكأس العالم وظننا أنها وصلت، ثم تأتي في هذه المنافسات تراجع فيه، والصين تراجعت كثيرا. الصين على سبيل المثال ما تقيس على مرة واحدة أبو. عندك الصين وعندك كوريا الشمالية، سنغافورة، وبما فيهم تايلاند. أمام المنتخب السعودي في المباراة الأخيرة حقيقة يعني فريق أنا أشوفه فريق عادي، ربما كانت نتيجة مباراة واحدة أمام عمان تألقوا فيها، لكن فريق ليس بذلك الوضع الذي تصورناه. شرق آسيا تقدم، أعتقد كانت فيه مبالغة، باستثناء بالطبع كوريا واليابان. لو جيت قلت المفاجآت، ذكر كوريا يعني يمكن بسليمان قال في 96 خسرت كوريا بالستة من إيران، لكن في 2004 رابع كأس العالم. صحيح. عرفت يعني ممكن عثرة، لكن كيف تقوم؟ هم فعلا ثابتين. الخط البياني حقهم كله في صعود. الصين مو في صعود. عندك كوريا الشمالية ما هي في صعود. كوريا الشمالية ما تقيسها يا أبو عمر. طب جيب لي دولة واحدة تعتقد أنها صعدت غير كوريا واليابان. هم اللي يخططوا. طيب وعندهم الجانب الاقتصادي، هذول ثابتين من اول يا عندهم الجانب الاقتصادي. ما احنا ايش قاعدين نقول؟ هذول من اول ثابتين، قلت هذول ثابتين. اذا القضيه مو قضيه بس بنتكلم على الاخرين، فين كوريا الشماليه وتايلاند هي مي قضيه اجيال، اذا هي قضيه تخطيط. لا الصين قضيه اجيال. الصين ثابته دائما في النهائيات الاسيويه وفي تقترب من كاس العالم. اما ان تخرج من التصفيات الاولى، هذا حدث جديد بالنسبه لها، لم يحدث في السابق، مع انها كانت ثابته. الصين ثابته تنافس الى اخر لحظه. وخرجت قبلها التصفيات اللي راحت، خرجت برضه. لا بس توصل يا ابو ابراهيم، توصل. بس ليس المنتخب المرعب. هم الثلاثه الثابتين مثل ما قلت، يعني الثلاثه الثابتين: اليابان، كوريا، استراليا. وبشكل كبير سيصلوا الى كاس العالم. المقعد الرابع والخامس سيتنافسوا عليه البقيه بحسب الظروف والحظ ويعني امور اخرى. غير كده بس في عندي ملاحظتين بالنسبة للأردن ولبنان. والله مع احترامي يا أبو زايد بالنسبة للبنان، يعني أنا قصدي على الإمارات مقارنة بلبنان حقيقة لا وجه للمقارنة. وأنا يعني الإمارات تفاجئك إن حتى الآن ولا نقطة. والموضوع يعني يثير انتباهك بشكل كبير، كيف لبنان تستطيع أن تفوز والإمارات حتى الآن بلا نقطة. أنا أقول لك يا أبو زايد من خلال متابعة يبدو لي، وتقبل وجهة النظر هذه، أنه الشاب الإماراتي شاب متابع ولكنه ليس ممارس لكرة القدم.
يعني حقيقة تحتاج البلد إلى أكاديميات حتى تطور من كرة القدم الإماراتية، لأنه الموضوع يستحق الدراسة. ابو عمر شوف، مشكله كره الامارات، وخلي اهل مكه اضرب شعابها في هذا الموضوع. انا اعتقد ان مشكله كره الامارات من فتره طويله مشكله اداريه. مشكله كره الامارات ان اداري او رئيس اتحاد هو من يقرر منه المدرب اللي يستلم منتخب الامارات، يجيبه، ودائما الكلمه ان هذا رجل مرحله، لكن شو تاريخ هذا المدرب؟ هل هذا المدرب انت ممكن تجيب لي اليكس فيرجسون بس ما ينفعني، انا لي خصوصيه معينه، اشوف المدرب المناسب. مين اللي يحددها؟ يحددها رجل فني. كاتنتش لما جاء وراح، من هو اللي جلس وياه وناقشه باخطائه؟ من قبل تصفيات كاس العالم الصوره كانت واضحه عندنا، سواء كانت من كاس اسيا او بعدها في يعني في المعسكرات الاعداديه، الصوره كانت واضحه عندنا ان الرجل هذا، وكاس الخليج يعني كانت واضحه الصوره ان هذا الرجل يعني بعيد كل البعد، يعني سواء كان خله فنيا لكن نفسيا كيف يتعامل مع اللعيبه، كيف هذا كانت المشاكل بين اللعيبه والمدرب ظاهره على السطح في الجرائد تنذكر. طيب كيف بتوصل لمدرب مثل هذا كاس العالم؟ نحن مشكلتنا هنا في الامارات، انا اقول لك اياها، وبعد ما كانت الاسماء الكبيره اللي تجينا، يعني نحن مرت على كره الامارات اسماء مدربين، مر علينا زيغالو، مر علينا كارلوس البرتو، مر علينا لوبانوفسكي، دون ريفي، مرت علينا اسماء كبيره، لكن للاسف فيما بعد يعني من بعد جيل التسعينات، من بعد 96 اصبح كل من هب ودب يدرب منتخب الامارات، ونلوم نرد اللوم، ويمكن اقصى كلمه تظهر ان اللعيبه ما عندهم ولاء، اللعيبه ما عندهم انتماء، ان اللعيبه مهتمين بالماده، ان اللعيبه، هذا الكلام مش صحيح. انا اعتقد ان واحد يحمل شعار بلده وينزل الملعب يعني يقدم كل اللي عنده، لكن مرات تكون مكتف. يعني لا تقول لي في مجموعه ضمن نحن مع الكويت ولبنان ان نخرج من التصفيات بدون ما نحقق نقطه واحده، مش انتصار، نقطه واحده. اعتقد لا، كره الامارات اكبر يفترض تحدث هزه يا مع انه في المباراه الوديه الامارات فازت 6 على لبنان، مباراة ودية. ايه 6 على قبل التصفيات. نعم. يعني قبل التصفيات بأيام. يعني هي بس هذه نحن قضيتنا في الامارات، وانا ارجو ان الجيل الحالي، جيل منتخبنا الاولمبي اللي وهذا يمكن مش جيل يعني جاء صدفه، هذا جيل لا، من الناشئين الى الشباب الى الاولمبي الى ان يتحول المنتخب الاول. يعني طاقم فني مر عليه اماراتي، اولا جمعه ربيع ثم مهدي علي. اتمنى ان يواصلوا، واتمنى ان فعلا يكون في اهتمام، وان ما نفكر ان خرجنا من هالتصفيات، لا نفكر كيف نوصل بهذا المنتخب. يا ريت هو اللي شارك عموما، المنتخب الاولمبي هو اللي شارك في هذه التصفيات بشكل كبير، كان حيكون افضل من المنتخب الاول بكل تاكيد صراحه. وهذه المشكله الا اذا وقعنا بالاخطاء الاداريه اللي نوقع فيها مثل كل مره. الا اذا بكره من يجيني ويقول لي مهدي علي ما ينفع يدرب هذا المنتخب، لازم نجيب لنا مدرب من اوروبا. الا اذا اداري اصبح يقرر في امور فنيه صعب انك توصل به. هذه مشكلتنا عموما. يوم الغد يعني مباراتين مهمات، كثير مباريات، لكن خلينا نتحدث عن السعوديه وعمان، قطر والبحرين. اعتقد يعني هذه مباريات مفصليه، وانت تعرف الديربيات الخليجيه لها وضعها في هذه التصفيات. الديربي يطلب راسه. انا بتكلم اولا عن المنتخب السعودي والمنتخب العماني. انا اعتقد ان مباراه جدا متقاربه، رغم انه التاريخ يعني هناك من يلجأ للتاريخ ويقول لك انه في الغالب الغلبه تكون للمنتخب السعودي على المنتخب العماني، وان كان النجم الكبير الدولي حارس المرمى علي الحبسي قال البارح انه في اللقاءات الثلاث الاخيره ما قدرت السعوديه تفوز على المنتخب العماني. أنا أشوف أن المباراة جدا متقاربة. مباراة السعودية وتايلاند ليست مقياس حقيقة يعني، لأنه وأنت ما تحب أن نتكلم عن الأمور الفنية، لكن بشكل سريع المرمى أو الملعب التايلندي لم ينفتح للسعوديين إلا بعد أن جاء الهدف الأول. هنا ارتبك التايلانديون وفتحوا ملعبهم، وأصبحت كل هجمة سعودية تشكل مشروع هدف. هذا أنا أعتقد أنه يختلف تماما بالنسبة للمنتخب العماني. المنتخب العماني عنده حارس مرمى جيد، عنده دفاع متماسك، عنده لاعبين من فترة طويلة هم يلعبون مع بعض. احنا لازم نحترم. اعتقد عندي حساسية في الاستوديو. أنا اتفضل. كل ما أدخل الاستوديو هذا. نعم تفضل. أعتقد أنه المنتخب السعودي يجب أن يحترم جدا جدا المنتخب العماني.
المباراة مثل ما تفضلت صعبة على الطرفين. أنا أتوقع أنها قد تكون تعادل أو ربما هدف لأحد الفريقين أو المنتخبين. بالنسبة لقطر والبحرين، أنا أعتقد أنه المنتخب القطري هو الأقرب للفوز من خلال المتابعة. المنتخب البحريني كاد أن يحقق مفاجأة كبيرة أمام المنتخب الإيراني حتى الوقت بدل الضايع، لكن أنا أشوف أنه كفة المنتخب القطري أرجح. يمكن يخليني شيء واحد أتراجع، أنه أنت تعرف أنه لقاءات الفريقين لقاءات حساسة، وقد يحدث فيها شيء أنت ما كنت تتوقعه وفقا للوقائع الفنية. أنا ودي نتكلم عن مباراة المنتخب السعودي وتايلاند إذا سمحت يا أبو زيد. تفضل. على السريع مثل ما يقولوا، المباراة فيها 3 نقاط للسعودية، المنتخب السعودي فيها مستوى نور والفريدي، فيها هدف الفريدي، فيها أهم شيء اللي حدث بعد المباراة اللي هو معاقبة اللاعبين من قبل الإدارة، إدارة المنتخب. أنا أعتقد هذه نوع من الانضباطية. نعم، هذا شيء جديد. نعم. في المنتخب السعودي عادة الإعلام والإدارة وكلنا ندافع عن اللاعب السعودي أيا كان خطأ. لأول مرة أنا أشوف أنه وإن كان في إعلاميين دافعوا، لكن في إعلاميين طلعوا بمنتهى الصراحة وقالوا لا، لاعبتنا غلطوا ويستاهلوا لو عوقبوا من الاتحاد الآسيوي، والإدارة المنتخب سبقت الجميع وعاقبت هؤلاء. الشيء اللي ما كان جيد الحركة اللي صارت من بعض اللاعبين ونزول المسؤولين إلى أرض الملعب. يعني نزول المسؤولين إلى أرض الملعب مع وجود اللاعبين ووجود التحكيم ووجود الفريق الآخر كان خطأ. أنا ما أدري كيف ارتكبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم، وينتظر أنه يعاقب عليه من قبل الاتحاد الآسيوي، لأنه ممنوع الإداري ينزل إلى أرض الملعب وجود اللاعب ولا زال أي أحد ينزل. أيوة أي أحد. المفروض يعني ما دام اللاعبين موجودين والحكام ما انتهت المباراة وما فرغ الملعب، المفروض ما حد ينزل. عاصم. لا نتوقع إن شاء الله إذا المنتخب السعودي ظهر بنفس المظهر اللي ظهر فيه أمام تايلاند، أرجح بشكل كبير أنه يكسب إن شاء الله. كان حقيقة قدم المنتخب مستوى متميز أمام تايلاند. لا أستبعد إن شاء الله أننا نفوز بكرة على عمان إذا لعب الفريق بنفس المستوى. هذا أنت بتقول إن شاء الله نفوز على عمان، أنت تمثل نفسك بالضبط، ما تمثل برنامج. لا بمثل نعم. نفسي أكيد. يعني نعم. طبعا الشيء اللي ما أتمناه يا أبو زايد إن شاء الله إن فاز المنتخب أن يحدث كما حدث في مباراة تايلاند من نزول للمسؤولين. خلينا أقول كلمة صريحة في هذا الجانب. أبو زايد، قد أخطئ أنا في بعض الحلقات وأجد من ينتقدني بعد الحلقة. الإنسان بطبعه لا يحب الانتقاد، لكنه يجد أن من انتقده أحيانا يحبه فيكتشف أنه كان شخص صادق. يعني نزول المسؤولين إلى أرض الملعب، خلينا نقول أنه العالم أصبح بالفعل قرية كونية يعني واحدة صغيرة. ما تشاهده في الأورغواي وما تشاهده في السلفادور وما تشاهده بعد نهاية المباريات في أوروبا من المفترض أنه يحدث في بقية أرجاء العالم. خلاص المشهد صار واحد بعد نهاية المباراة، وقت اللاعبين وفرحتهم، وقت المسؤولين، وقت المدربين ومؤتمراتهم الصحفية. ما حدث قد يكون مقبولا قبل سنوات بسيطة أو يعني منظر ممكن يكون مألوف لنا كمشاهدين قبل سنوات، إنما المنظر اليوم حقيقة منظر عجيب جديد. يبدو لك في هذه اللحظات انه غريب صراحه بالنسبه لا في ارض الملعب نعم جديد. كان يحدث في غرف الملابس وهذا امر يعتبر مقبول. لا مو جديد لانه رؤساء الانديه كانوا ينزلوا في ارضيه الملعب بهذا في ارضيه الملعب في ارضيه الملعب ما قد حصل الدوري ما قد حصل في ارض الملعب. كل رؤساء الانديه يدخلوا في الملعب قد حصل. قل جيب لي مثال. يلا أنا كان في نهاية بين الهلال والنصر في وسط الملعب في وسط الملعب وتسلم المكافآت. تحول الملعب إلى مش في البطولات الآسيوية. لا نتكلم عن الدوري دخولهم للملعب ينتهي تصفر هذا كلهم ينزلوا إداريين وبما فيهم هذا منظر وبما فيهم أشهر من يرافق رؤساء الأندية اللي هو إبراهيم فريان تلاقيه ورا كل رئيس في وسط الملعب وقاعدين يصوروا. عموما يا أبو زايد فأنا بس اعتراضي على أنه قال جديدة.
من جديد يعني الاتحاد هو المعني بتشريع اللوائح، عارف، وعنده لوائح تطالب رؤساء الأندية بالبقاء في أماكنهم، ويأتي هذا الاتحاد وينزل إلى أرض الملعب بهذه الطريقة. أنا أشوف أنه منظر من المفترض ربما كان جميل في السابق، ربما، لكن الآن هو منظر صراحة من المفترض أنه ما يكون جميل، ومن المفترض أنه يتغير. يعني أتمنى فعلا هل النزول للملعب هذا يعني كان على أساس كثرة الضغوط على المنتخب السعودي وأنه في النهاية حقق فوز اللي يدخله مرة يعطيه الأمل مرة أخرى؟ أقول لك بكل صراحة الخروج من عنق الزجاجة. أقول لك بكل صراحة لا ألوم الأمير نواف إنه يفرح لهذا الانتصار. صراحة لعب المنتخب واحدة من أفضل مبارياته. نعم. لكن كرئيس للاتحاد السعودي من المفترض أن يفعل هذا في غرف اللاعبين. خليني أعود لك إلى غرف اللاعبين وأعود السادة المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا. عموما نحن بننهي هذا المحور على اساس ندخل محاورنا الثانيه. يعطيك مبدل الكلمه ومن ثم ابو ابراهيم. ابو زايد، اولا مباراه تايلاند على عجاله، ما حدث انه كثره الضغوط، 3 هزائم متتاليه في الدور الاول كادت ان تعصف بامال المنتخب السعودي ويخرج من المنافسه. شوط ثاني فقط المباراه لم تكن يعني كامله. الشوط الاول كان المنتخب السعودي سيء فيه الى حد كبير. المنتخب الشوط الثاني تعدلت الامور، في 45 دقيقه تحول الياس الى فرحه، فكانت رده الفعل اي نعم مبالغ فيها. اي ما علي، بس انا يعني صحح ابو ابراهيم، اسمح لي اصحح لك حاجه. فضل. هو خسر مباراه واحده امام استراليا وتعادل مع عفوا يعني قصدي لم يفوز. لم يفوز يعني ما حقق اي نتيجه فوز. ايوه في نزول رئيس الاتحاد سمو الامير نواف، وحتى لو كان بعض اعضاء اتحاد كره القدم قد يكون طبيعي ولكن ليس بهذه. احنا شاهدنا 70 بشتوا 70 ما شاء الله عقال في الملعب، وتحول الملعب بعد ذلك الى مسرح يعني للاستعراض، ينقل لكافه اصقاع الارض. لا أتمنى مثل هذا المنظر. مباراة غدا صحيح المستوى متقارب، ولكن الفوز الكبير للمنتخب السعودي صحيح أيضا على منتخب تايلاند، ولكن سيرفع الروح المعنوية للاعبين بشرط أن يضع ريكارد الأسلوب أو الخطة المناسبة لمنتخب عمان. منتخب عمان عارف المنتخب السعودي زين، عارف مستويات اللاعبين، عارف نفسيات اللاعبين، فيفترض أن يضع خطة مناسبة. الفريق يحتاج الفوز فقط لا غير، لازم يفوز. هل سيبدأ أيضا 4-5-1 كما بدأ مباراة تايلاند؟ يفترض هذه كبداية. مباراة تايلاند ما كان له حق يبدأ، لكن مباراة عمان مباراة قوية، مباراة عمان مباراة قوية. أنا عشان كذا حتى لو كان تأخر في مباراة تايلاند إلى الشوط الثاني، ستحتم مجريات الشوط الأول ليعجل بهذا التغيير أم يأخره للشوط الثاني حسب مجريات اللعب. المنتخب السعودي أقرب للفوز وأقرب للتأهل في هذه المرحلة. منتخب البحرين وقطر، منتخب القطري أقرب بكثير، هو الآن على مشارف التأهل للمرحلة الثانية، ولكن الأهم بعد التأهل للمرحلة الثانية كيف حتكون المنافسة في المرحلة النهائية من التصفيات اللي حتشهد يعني يبغى لها استعداد آخر مختلف جدا عما حدث في المرحلة الأولى. بس هني على فكرة مباراة السعودية وتايلاند يعني حين تنظر نقاطهم 5 و4، والمباراة الأخيرة السعودية تستضيف تايلاند وعمان، السعودية تلعب في استراليا وعمان تستضيف تايلاند. أنا أعتقد أن قضية التعادل هني يعني الفريقين مش في مصلحة الفريقين، مش في مصلحة المنتخب السعودي تحديدا. نعم. لكن فوز المنتخب السعودي وفوز المنتخب الاسترالي يحسم الأمور نهائية للمنتخب الاسترالي والسعودي. صح. طبعا أبو زايد، أنا ما أبغى أتكلم عن الجانب الفني، أنا بتكلم عن جانب التخطيط اللي بدينا فيه من أول. عندما يأتي رئيس الاتحاد ويقول دبلها المكافأة مضاعفة، بعدين يقول أنه عمان 3 أضعاف، وعندما أنظر للناس اللي مثلا الاتحادات الأخرى اللي تخطط مثلا ألمانيا منتخب ألمانيا يجي الاتحاد يطلب اللاعب، هل لديك جاهزية تلعب؟ نوقع عقد معك في حالة الفوز لك كذا، في حالة التأهل للمرحلة الثانية كذا. في لائحة لاعيبة المنتخب عندهم في حالة الخصم، حتى الخصم انه والله في حالة اخذت كرت اصفر لك عقد كامل بدون ما احد يتحدث عن الولاء، عن الوطنية، عن اتفاقية بين هذه بعقد بتخطيط بدون ان. طيب يعني انا اقول لنفترض ما في عقد، لائحة مش عقد.
ما يجون يوقعون. سليمان هو مش عقد، لكن يصير مرات ان لعيبه يحتجون يقول لك ما بلعب بهذا المبلغ، ما بلعب بالمبلغ سبق الفلاني. للبرازيليين المنتخب البرازيلي احتجوا على ضعف المكافآت. هولندا بس اختلف مع ابراهيم انه مش عقد. يعني لا يفهم انه اجي مع لاعب معين ووقع. لا مش عقد، هي لائحه عرف للجميع. نعم هي لائحه للجميع. نعم ابو ابراهيم، ايضا المنتخب السعودي له لا في اللائحه، لا في الاتحاد السعودي. يعني اذا الامير قال دبل هذا من عنده هو. يعني والله ابو زايد انا ما اشوف فيها مشكله انك انت في الغرفه المغلقه تدبل، يلعب المنتخب بشكل جيد جدا، ان الرئيس العام يدبل المكافاه يضاعفها، انا لا ارى فيها مشكله يعني صراحه. بس يمكن ابو ابراهيم يقصد تتكلموا عن النظام الان، ما تكلموا علينا ان نطبق النظام، والنظام في لائحه. ما دام تقولوا في لائحه صعب تقارن باوروبا، بألمانيا، بالبرازيل، في لوائح. بصراحه صار في تطور يا ابو زايد في الموضوع. هذا احدى اشكالات. يعني اول كان اللاعب هو اللي يقول دبلها. يعني اللاعب السعودي بعد ما يفوز، بعد كل مباراه فوز يجي لرئيس الاتحاد او نائب رئيس الاتحاد، ومشهوره الاثنيان كان مشهوره الانشوده. لا مو باثنين، لا بدون اسماء، اسمه باثنين عشان ما تظلم. تطلع على الهواء يا اخي، ما تظلم اثنين، ما تظلم تطلع لقطات داخل هي كانت تطلع بس ما اعرف الاسماء. واحد مثل الثنيان المفروض المفروض هو دبل، المفروض تدبل له يعني على اللي قدمه في الملعب. لا انا اعتقد اللي سواها شو اسمه محمد عبد الجواد وسام الجابر. ما اعتقد انه ما اظن يوسف الثنيان، ما ادري صراحه. على العموم بغض النظر عن الاسماء، احنا ما كان ودنا نطرح اسماء. كان اللاعبين بعد الفوز يجوا للمسؤول يقولوا دبلها. كانت هذه محل ملاحظه صراحه من الكل، انه هل اللاعب السعودي يلعب للفلوس ولا يلعب للوطن؟ ايش دبلها؟ الان يمكن لو تقارنها بجيل دبلها يمكن تحسنت الامور. الامير هو اللي ضاعف، الامير هو اللي اعلن، ما حد طالبه. يعني ما سمعنا لاعب يجي للامير يقول دبلها او ضاعفها. الامير هو اللي قال ضاعفها. يمكن الملاحظه انه ما تكون زي ما قال ابو عمر، لو كانت في الغرف المغلقه بينه وبين اللاعبين ممكن تكون يعني عاديه جدا. ابو زايد في بس ملاحظه هذه اللي انه هل يلعبوا اللاعبين للوطن او يلعبوا للفلوس. انا الان لو اجي بصفته موظف واجي انتدبه الى الخارج واقول له ما في انتداب ولا شيء من اجل الوطن، روح من اجل الوطن، ايش دخل الوطن في الموضوع هنا؟ في عمل له اجر بعيدا عن وطنيتي، ما تدخل، ما حد يدخل فيها، ما حد يدخل فيها. يعني الان افرض لو جاء وزير وقال ما في رواتب من اجل الوطن، وش من اجل الوطن؟ هذا خلط تضحيه من اجل ما له شغل الوطن هنا. هي القضيه ليش نربط يعني يعني لاعب الكره بالوطنيه؟ الوحيد اللي يربط، ترى الوحيد اللي يربط. لماذا تاخذ مال؟ العب. وترى حتى من ايام كانوا الهواة العب من اجل الوطنيه، فيما الاداريين اللي يروحوا معاك ياخذوا انتدابات محددين له هم في اللائحه اساسا مثلا 10,000 او 15,000. المهم لا تطرح الوطنيه. انا رجاء الحقيقه من الوطن. انت تقول ابعد الوطن عن الكره وعن اقدام اللعيبه ابو سليمان، لانه علق على الكلام اللي انا قلته. انا معاه على طول الخط، طبعا ما له علاقه الوطنيه، بس احنا تكلمنا عن انه في مكافاه منظمه زين معروف قدرها. كون الامير يطلع يقول انا ضاعفت لكم هالمكافاه، هذه انا رايي ما فيها شيء. لكن كونك انت كلاعب تطلب انت، هذه انا قلت تثير شكوك. انا ما قلت اني رايي الشخصي، وكان فعلا يعني انا لاعب سعودي انا ما بقول اسمه قال لي في يوم من الايام انه لاعب عراقي يقولوا احنا داخلين الملعب، قال له انتم السعوديين تلعبون عشان الفلوس، ما تلعبون عشان بلدكم. يقولوا احنا داخلين. هذا ممكن تكون من عربي لعربي، لكن ما تلقى بالمنتخبات الاوروبيه والله. ففعلا انا مع ابراهيم، ما بيننا ترى اختلاف في النقطه ذي، انه لا تربط الوطنيه بموضوع انك تحصل على حقك وعلى المكافاه لكن لما اجي انا في موضوع الموظف اللي هو ضرب المثل فيه، عارف مكافاتي واجي اقول لرئيسي دبل هالمكافاه، هنا في شك. عموما شوف الساده المشاهدين بشكل سريع شو كتبوا لنا على هذا الموضوع. في الأخ محمد الحازمي يقول كلام رائع أستاذ صالح، أتمنى تطبيق منهجية منتخب ألمانيا في لوائح المكافآت من غير دبلها. الأخ مشعل يقول برنامج خط 6 توقيت موضوع المنتخب سيء، أنا مع ما قلتم لكن ليس قبل المباراة ب 22 ساعة. هل هذا الكلام يأثر على المنتخب؟ هذه إحدى إشكالات النقد اللي يجي يقول لك عادة لا تنقد الآن، متى تنقد؟ يقول لك بعدين. لما يجي بعدين وتنقد تقول وش الفائده؟ فينكم من اول؟ خلاص انتهت.
لا بعدين احنا ما نقدنا المنتخب على فكره، احنا نقدنا المسؤولين عن المنتخب، ما نقدنا المنتخب، اللاعبين ما تطرقنا لهم نهائيا يعني. ايضا الاخ بدر يقول المشكله يا ابو زايد ان غرب اسيا وخاصه الخليجيين شافوا انفسهم اكبر من كره القدم وانهم ياخذون الشيء بالقوه وهذه النتيجه. عموما يعني انا اعتقد ان ايضا الاخوه المشاهدين لهم ارائهم في هذا الموضوع، لكن مش قضيه ان تثار مشكله قبل المباراه ب 22 ساعه، ما له دعوه للمنتخب ولا لهم دعوه اللعيبه ولا ما في مشكله يعني اساسا. نعم ما في مشكله. ما تكلمنا عن مشكله، تكلمنا عن تقييم يعني. مرحله انتهت ومرحله باقيه. نعم. اذا بعد فوز السد باللقب الآسيوي، ما هو الدوري الأقوى عربيا؟ نشاهد. ما هو الدوري الأقوى خليجياً؟ لسنوات طويلة كانت الإجابة واحدة وهي الدوري السعودي. إجابة تبدو منطقية إلى حد كبير، حيث الأداء والقوة والمنافسة والحماس والإثارة والنجوم والحضور الجماهيري وأيضا الإنجازات سواء على مستوى المنتخب أو الأندية. ولكن الآن إذا أعدنا طرح نفس السؤال قد لا نجد أنفسنا أمام نفس الإجابة. فوز السد القطري بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرا أعاد تغيير الإجابة ووضع الدوري القطري بقوة في الصورة. ظلم السد قدر برأسها. الله. نعم الآن الدوري القطري بدأ يجني ثمار سنوات طويلة من العمل، ونجح السد فيما فشلت فيه كل الأندية العربية في آسيا، وكسر احتكار دول شرق القارة من كوريا الجنوبية واليابان للقب الآسيوي في السنوات الخمس الأخيرة. السد زعيم الكرة القطرية فاجأ الجميع في المباراة النهائية، وفاز على تشونبوك الكوري الجنوبي مرعب القارة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لهدفين في المباراة. بالتأكيد نتيجة لم يتوقعها أحد، خاصة وأن المباراة على ملعب جونجو كأس العالم بكوريا الجنوبية، ولكنها بالتأكيد جاءت لتعكس مسيرة الزعيم القطري في البطولة والتي اتسمت بالقوة والإصرار من البداية للنهاية، وجاءت أيضا لتعكس قوة الدوري القطري الذي أفرز البطل الذي أنهى أخيرا احتكار أندية الشرق للقب ويمثل القارة في مونديال أندية العالم في اليابان. طبعا بعد العين الاماراتي والاتحاد السعودي يعني ومن 2005 تقريبا الانديه الشرق اسيويه احتكرت البطوله، ما كسرها الا السد. السد طبعا دخل التصفيات مثل ما نتذكر، يعني دخل البطوله بتصفيات وانهاها ان يوصل المباراه النهائيه ويعني ويحقق وخارج ارضه. باحتجاج وصل. المهم وصل. شوف هي كرة القدم، هي كرة القدم الفريق الايراني واللي تكسبها العبه يعني ما دام فيها نظاميه يعني ما جابوا شيء من عنده احتجاج. يعني الفريق الاخر هو اللي اخطا في الدور نصف النهائي كانت. نعم الدور نصف النهائي مع الفريق الايراني. نعم هو اللي اخطا. يعني بعد التصفيات وصل دور نصف النهائي صارت المشكله. لا انا ما بكلم. لا مو نصف النهائي. قلت انه وصل بتصفيات ربع النهائي. كل الفرق وصلت بتصفيات. انت كنت لا 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 ما دخل مجموعات. هو اي ما دخل مجموعته، لكن انا رايي ان البطوله هذه كانت تبحث عن السد وليس العكس. أنا حقيقة أتفق مع أبو سليمان تماما، لأنه عادة في بطولة يبحث عنها فريق وفي بطولة تبحث عنه. أنا أذكر إلى الآن أمام عيني مباراة السد والشباب، هجمة واحدة يسجل السد 90 دقيقة يهاجم الشباب، فرص ضائعة وكرة في القائم في العارضة.
انا اعتقد انه البطوله كانت تبحث عن السد. لا صراحة اسمحوا لي. ربما كلنا نتفق على كذا انه السد حقيقة ما يعني كان محظوظ صراحة بشكل كبير يا ابو زايد. خلينا نكون منطقيين. كرة القدم لازم فيها نسبة من الحظ. انا في حاجة معينة، يعني ابو سليمان قال ان البطولة تبحث عن السد مش السد يبحث عن بطولة. وابراهيم ايد كلامه وقال لك انه والله امام الشباب 90 دقيقة سجلوا كرة والشباب مسيطر. حتى المباراة النهائية نفس الشيء. معلش حتى في النهاية يا جماعة الخير في حتى مباراة مع ايران ايران كان يعني الايرانيين ارتكبوا خطأ فادح جدا انهم لعبوا لاعب. ايه بس هذا ما يقلل من انجازهم يا لا ما في قلل. النهاية الدنمارك فازت ببطولة أوروبا ما حتقلل منها، لكن هي الفكرة هل تستطيع أن تعيد هذه؟ يعني هل تعيد هذا الانتصار؟ هل غرب آسيا يعني خلني اقول لك، انسى كل المراحل التصفيات. من كسب في المباراة النهائية؟ كسب تشومبوك اللي مصفى ابطال اليابان بالستة وبالأربعة. وفين كسبوا بعد يا ابو زايد؟ كسبوا في يعني كسب البطولة منه. اوكي هو البطل، ما نقول شيء. انت سؤالك هل تغير الوضع؟ هل يعني فوز السد انه اصبحت فرق الشرق افضل؟ الغرب افضل من الشرق؟ حتى هل أنا يعني من وجهة نظري لا، ما في حتى الآن التفوق الفني داخل الميدان لفرق الفريق الكوري. إجابة على السؤال كان السؤال واضح. هل يعكس ذلك أنه أقوى دوري؟ لا نحن ما دخلنا بعدنا في الدوري، بس على طول طبعا الجماعة دخلوا في موضوع فوز السد وأن البطولة تباهم ولا هم يبغونها. والله صدقني السد حاله حال الشاعر اللي قال للخليفة أتتك الخلافة منقادة. يعني السد أتته البطولة منقادة، كانت تبحث عنه. ايه بس هذا تقليل. لا هذا تقليل يا اذا انت تعتبره تقليل المشاهد يعتبره تقليل. يعني هو مو يعني اذا تبي تنظر له تقليل زي ما انت تقول صح، لكنه هو تقليل من الجانب الفني. من الجانب الفني ليس لديه قدرات لا السد ولا فرق غرب آسيا أن يتأهلوا، أن يحققوا. احنا نتكلم على المستوى الفني حقيقة. ما هو تقليل، تقييم انه السد وغير السد فرق الى الان. لانه في النهاية ابو زايد مثل كوريا واليابان هم اللي في الجهة هذيك، هناك تلاقيهم ينافسوا على الدوري الآسيوي وينافسوا على منتخبات أيضا، يعني الجهتين. بينما عندنا اسمح لي لو فاز الاتحاد على تشامبوك أمام التاريخ يتوقف الجانب الفني. يعني الدنمارك واليونان أكبر درس يعني في الفوز بالبطولة. يعني الدوري اليوناني هو الدوري الأفضل حين كسبت اليونان بطولة أوروبا. لا هذا ما نقيس يا أبو زايد على حالة واحدة. نعم أنا أنا أقيس على، أنا أقول إنه غرب آسيا ما زال متورط، ما قادر يتطور. حتى لو فاز ببطولة، حتى لو الاتحاد فاز فيها أو الهلال فاز فيها، برضو لن يغير شيء. الجانب الفني على مستوى الأندية والمنتخبات على غرب آسيا أن يعيدوا قراءة أنفسهم فقط في السنوات الأخيرة. ما كان سؤالك أبو زايد هل هو يستحق أو لا. أنت كان سؤالك هل هذا الفوز غير الوضع؟ أنا أقول لك لا. هل فوز اليونان ببطولة أوروبا غيرت ترتيب الوضع الكرة الأوروبية؟ تحسب أبطال أوروبا اليونان التاريخي. لا هذا ما تقدر. هذا المكسب الرئيسي. اتفقنا أو مختلفنا على فريق السد. من اللي فاز بالبطولة الآن؟ فريق السد. من اللي تأهل لمونديال الأندية؟ فريق السد. نعم ليس الأفضل على مستوى ليس أفضل من، يعني فيه فرق كثير جدا في غرب آسيا أفضل من فريق السد في غرب آسيا وليس الشرق أيضا. ولكن في منتهى المشوار قد يكون محظوظ فريق السد، مو قد فعلا محظوظ فريق السد انه وصل للمرحله هذه، وبعدين حسم البطوله بركلات الترجيح. وفين حسمها؟ خارج ارضه في كوريا، وتاهل لمونديال الانديه. ستبقى علامه فارقه لفريق السد، ربما لن يتكرر هذا الانجاز لفرق الغرب سنوات قادمه، طالما هذا مستوى فرق غرب القاره الاسيويه. وهذا شيء ينطبق ايضا على مستوى المنتخبات وليس فقط على مستوى الانديه. عموما هو نحن سؤالنا قبل اطرحه، يعني الى ان يكسب فريق اخر البطوله الموسم القادم يبقى السد هو سيد اسيا. يعني خلينا بالنسبه للدوري يا ابو زايد. الدوري الان هل هذا يعني هل في يعني يدخل ان السد كسب البطوله ان الدوري القطري هو افضل دوري؟ بالمناسبه التصويت عن اقوى دوري عربي 96% قالوا السعوديه، 2% قالوا قطر، 2% قالوا الامارات. تفضل ابو عمر. انا اقول لا يا ابو زايد، انه ما يدل على انه فعلا الدوري القطري قوي. والدليل طبعا انا ارفض القياس على حاله استثنائيه.
عندما فاز العين، عندما فاز الاتحاد في سنوات، يعني في يمكن في 2004 2005، الأندية السعودية في تلك الفترة خرجت بشكل مبكر. كانت حالة فردية بالنسبة لنادي الاتحاد، وأيضا كانت حالة فردية بالنسبة للعين، وأيضا حالة فردية ثالثة بالنسبة للسد. متى أقول أن هذا الدوري قوي؟ عندما مثلا ما حدث بين 95 و2000 فازت 5 فرق سعودية بالبطولات الآسيوية. هنا تستطيع أن تحكم تقول هناك دوري قوي في هذه الدولة، لأن هناك عدد كبير من الفرق تتنافس في تفوز بالبطولة. الكوريين على سبيل المثال أستطيع وبكل سهولة أقول أن الدوري الكوري دوري قوي. 4 فرق تأهلت إلى الدور الثاني، هي متواجدة العام الماضي، متواجدة في السنة السابقة، إذا هناك دوري قوي في كوريا. بالنسبة للدوري القطري لا أستطيع أن أجزم، بدليل فاز العين في تلك السنة في حالة استثنائية. أين العين في السنة التي بعدها؟ وأين الفرق الإماراتية في السنوات التي بعدها؟ لا تستطيع أن تجزم. فين منتخب الإمارات؟ بالمناسبة مساعة وأنا أتحدث عن منتخب الإمارات أنا تحدثت عن عدم التخطيط في الاتحاد، لكن هذا ينطبق أيضا على الأندية اللي تجي بطولة خارجية مثل البطولة الآسيوية يعتبرونها شيء ثانوي أمام الدوري. كل أنديتنا بلا استثناء أن يعتبرونها شيء ثانوي أمام، وهذه مشكلة. هذه نظرتنا اللي تحت أرجلنا مش النظرة اللي قبل. صحيح. طبعا أبو زايد أقوى في إيش؟ أقوى شرائيا، بمعنى إنه الدوري اللي إذا طرحت النقل التلفزيوني حقه هو اللي حيكون أقوى بالمستوى، أقوى جماهيريا. ما هي المسألة فين أقوى؟ للأسف الشديد قطر والإمارات لا يستطيعوا أن يكون دوريهم قوي بسبب الجماهيرية. الكثافة الجماهيرية غير موجودة وموجودة في السعودية. على مستوى القوة الشرائية إنه كقيمة شرائية قصدي، أيضا يأتي الدوري السعودي إنه هو كقوة شرائية كقيمة شرائية أكثر، يدفع فيه لنقل مبارياته. لديه حقيقة الدوري السعودي لديه أشياء مي موجودة، ربما لو كانت موجودة في قطر والإمارات، يعني لو كان في موجودة الكثافة السكانية هذا كان ممكن، لأنه في النهاية متعة كرة القدم، يعني أنت الآن لو تتفرج على مباراة بالتلفزيون وما في جماهير ما تتمتع فيها. هذا الصخب والصوت، اللعيبة نفسهم، يعني أنا أشبههم أشبه باللاعبين راقص باليه والجمهور هذا هم العازفين، فبدون موسيقى ما حيرقص هذا بشكل جيد. فهذه إحدى الأزمات اللي ما تخلي الدوري القطري أو الدوري الإماراتي أو حتى الدوري الكويتي يحمل هذيك القوة بسبب الكثافة السكانية. ويمكن أنا يعني هني بطرح سؤال، يعني إذا كنا نقول الدوري السعودي أقوى دوري عربي بدون الكثافة السكانية. خليجي يا أبو زايد، خليجي، لأنه ما هو أقوى دوري عربي. خليجي. طيب، من يعني الدوري القوي يفرز منتخب قوي من 2006 إلى اليوم، وين المنتخب السعودي على البطولات الخارجية؟ وأيضا على مستوى الأندية يعني وينهم؟ لأنه داخل في صراع أندية. يعني تعرف أبو زايد لما تدخل في صراع، حتى اللاعبين يدخلوا في صراع طوال السنة، صراعات بين الأندية، ثم تأخذ اللاعبين من هذول الأندية، هو في النهاية ما في هذيك العلاقة القوية بينهم. العلاقة القوية لديك لاعبين حقيقة، لدى المنتخب السعودي لديه لاعبين، لكن أحد الإشكالات فيها هذه إنه يقعدوا 300 سنة يتطاقوا، وبعدين آخر أسبوع نقول لهم يلا خلوكم أحباب وأصحاب مع بعض والعبوا. هذه حالة نادرة يا أبو، يعني ممكن حدثت في فترات يعني محددة، بس ما تقدر تعممها يا أبو إبراهيم، تقول إنه هذا دائما وضع المنتخب السعودي. هذا الكلام هذا أنا أعتقد إنه مبالغ فيه بصراحة. هو ما في نجوم كالسابق باختصار شديد. مين هذا؟ المنتخب السعودي لا يمتلك نفس النجوم السابقين. أنا أعتقد لديهم نجوم حقيقة، موجود نجوم كبار جدا، يعني هزازي يقاس بكل المهاجمين اللي مروا على المنتخب السعودية، يقاس الفريدي، يقاس بكل اللاعبين الوسط اللي مر مستوياتهم. معلش، يقاس بماجد عبد الله مثلا، يقاس بماجد عبد الله مثلا ونضجه الكروي، يقاس هذا لسه عمره 22 سنة، ما يخالف، يقاس به. احنا عندنا كان جيل ذهبي، يعني استنى، هذا 22 سنة انت قاعد تقيس واحد انتهى تاريخه كله، هذا لسه بدأ. نتمنى هذه احدى اشكالات انه انت تقول في نجوم وذكرت نجمين.
في فترة ماجد الفزازي وذكرت وهوساوي الفريدي كدفاع. هوساوي أنا في اعتقادي هوساوي أفضل مدافع مر على تاريخ المملكة حقيقة، من لا صالح النعيمة لا كل هذول ما يجوا، يعني ما يجوا. وليد أيضا لاعب جيد. لا أنا شخصيا ما أحب أدخل في هذه المقارنة على الإطلاق. لا الآن هو يقول صالح يقول لا المنتخب فيه نجوم إنه ما حقق. هل فعلا عدم تحقيق البطولات على مستوى الأندية والمنتخب أنه ما في نجوم ولا لا؟ بعيدا عن المقارنة بين جيل وجيل وبين نجم ونجم، أنا أقول الكرة السعودية فيها نجوم، لكن تشخيصي للحالة أنه الإدارة، مشكلة الكرة السعودية هي الإدارة. لكن خليني أرجع للنقاش اللي تم حول الأقوى. الأقوى عربيا يمكن فيها نقاش طويل عريض، هل الدوري السعودي هو الأقوى عربيا أو لا؟ الأقوى خليجيا نعم، من ناحية الإعلام والجمهور والصخب والإثارة ما في، أعتقد ما في دوري بمستوى الدوري السعودي. لكن تتكلم عن الناحية الفنية، وإجابة على سؤالك إنه ليش الدوري القوي ما خلق منتخب قوي، بالإضافة للعامل الإداري اللي أنا أحمله المسؤولية كاملة لتراجع المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة، هناك أيضا هبوط مستوى فني في الدوري السعودي. لما أتفرج على الدوري الأماراتي أو على الدوري القطري، أنا شخصيا كسعودي أجد متعة فنية لا أجدها في معظم مباريات الدوري السعودي. إذا من ناحية إذا تقصد فنيا، في كلام كثير حول هل الدوري السعودي لا زال قوي فنيا ولا أنه تحول إلى مجرد دوري إثارة وإعلام وصخب وأخذ ورد وبرامج وجمهور. إيه بس حتى الإعلام يعني بطريقة أو بأخرى يعطي يعني الفارق في الدوري. يعني أنا أقول لك حاجة، القيمة للدوري السعودي بكم انباع؟ أول مرة انباع بالاحتراف 150 مليون. لا أول مرة ب 80 مين بعدين طلع إلى 100، بعدين طلع 150. مين اللي يدفع هذا؟ مين اللي يدفع هالمبالغ؟ مش الإعلام؟ على أساس دخل البي تي في والتشفير ومش عارف إيش يعني. ولو صار منافسة حيندفع أكبر من المبلغ ذا، أكبر من ال 150. الدوري السعودي اللي يميزه مثل ما قالوا الأخوان الجماهيرية، الحضور الجماهيري الكثيف، التواجد الإعلامي أو الوهج الإعلامي اللي أيضا تتميز بالكرة السعودية أكثر من غيرها. إذا كان في تميز للكرة القطرية والإماراتية، فهي في الأسماء اللاعبين الأجانب اللي بيحضروا بمبالغ فلكية وبأرقام عالية جدا. تقول ليش ما انعكس على مستوى المنتخب السعودي؟ فين المنتخب السعودي؟ وين الكرة السعودية عن تحقيق البطولات إذا كان الدوري السعودي قوي؟ أيضا سوء التخطيط له دور كبير جدا. الأنظمة واللوائح لها دور كبير جدا. تراجع مستويات اللاعبين. هي نعم لدينا لاعبين بارزين، نايف هزازي، ياسر القحطاني، في مجموعة بدون يعني لا نذكر الأسماء كلها. أسامة المولد يعتبره من أفضل المدافعين اللي مروا على تاريخ الكرة السعودية أيضا. لكن في تراجع في مستويات بعض اللاعبين، فيه ربما تشبع، مبالغ الفلكية، الأرقام والعقود ما زلت أقول أيضا لها تأثير سلبي، لها انعكاس سلبي على حافز اللاعبين وعطائهم. يظل الدوري السعودي هو الأقوى، هو الأشهر، ما زلت أقول هو الأشهر عربيا، ليس الأقوى، لكن على الشهرة العربيا هو الأفضل. تركيز معظم القنوات الفضائية والوسائل الإعلام المختلفة على الدوري السعودي أكثر من غيره، أكسبوا شهرة واسعة على المستوى الآسيوي والعربي. النجوم موجودين، ولكن لا أعتقد أنهم بنفس المستويات الراقية لنجوم يعني حقبة زمنية عدت. كان في السابق يا أبو زايد لما يغيب نجم صراحة تلاقي يمكن 4 أو 5 لعيبة ممكن يغطوا الخانة حقته. الآن دحين بقول لك سعود كريري في حالة غيابه، أو أسامة المولد، أو أسامة هوساوي، أو نايف هزازي، لن تجد البديل بتلك السرعة. أنا أقول سبب انخفاض الكرة السعودية اعتماد الأندية في فترة يعني ما. أول كان تلاقوا بديل الماجد، يعني يلاقوا على الأقل في عندك جمال محمد. دقيقة سليمان يلاقوا بديل الماجد. عندي جاب في هذاك الوقت. لا أدخل في هذا الكلام نهائيا. خلونا يلقى بديل. عموما نحن عموما يعني هو حقيقة أستاذ منصور جابنا إلى الأرقام الفلكية، يعني وكأنه نقلنا إلى المحورنا
محور مش القادم بعد القادم عموما يعني محور القادم يكون عن العلاقة بين الهلال والموبايلي، هل تخرج من الخدمة، ولكن بعد هذا الفاصل. طبعا قبل لا أدخل في المحور يعني في تعليقات جت على المحور اللي تحدثت فيه. أحد الأخوة باين ما عجب الحديث، قال لك نمنا مع النايمين بالحوار البارد. يا أخي تصبح على خير. في من تكلم يقول بالنسبة حق صالح الطريقي، يقول أسامة هوساوي أفضل مدافع مر في تاريخ السعودي، يعني أفضل من النعيمة وسليمان والخليوي وجميل. بالله هذا منطق؟ لا، هذا رأي. هذا رأي. رأي شخصي. هذا رأيي. أحد الأخوة يقول الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، بس ما هو أقوى منتخب أوروبي؟ دوري هولندا ودوري الإنجليز، وش الفرق؟ كيف؟ يعني الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، لكن دوري المنتخبات في أقوى منه، مثل اللي هي هولندي. طيب المنتخب الهولندي وين يلعبوا لعيبته؟ كلهم برا طبعا، كلهم في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الأسباني. نعم. عموما هذا رأي الأخوة المشاهدين، في أكثر من رأي بس ما بقدر أتحدث عنهم كلهم. الآن يعني في مشكلة ظهرت بين الهلال وموبايلي، يعني حول هل هو بالنسبة يعني للعقد نفسه غير واضح، ولا يعني فيه موبايل طلبت انها تعمل اعلانات تجاريه مع لعيبه مثل العتيبي، مثل واعلنوا قبل كذا وبعدين الان رفضوا. عموما نحن حتى قبل لا اخذ رايكم خلينا ناخذ الاستاذ ناصر الغربي، كاتب بصحيفه الاقتصاديه السعوديه. استاذ ناصر مساء الخير. هلا استاذ نجيب، مساء الخير، ومساء ضيوفك الدائمين الاعزاء. واحب اوضح لك بس استاذ نجيب، انا نائب رئيس تحرير صحيفه جول الله الالكترونيه، ماني كاتب في الاقتصاديه. والنعم، تفضل اخوي ناصر. تسلم. طبعا هذه القضيه يمكن من العام الماضي، يمكن الاستاذ حمود الغبيني نائب رئيس تحرير شركه موبايل العلاقات العامه والاعلام تحدث الجول اونلاين قبل فتره ووضح الصوره كامله، ان اعتقد ان العقد حق الموبايل ينص على مشاركه لاعبي الهلال في اعلانات الشركه او الشركه الاستراتيجي لهم، لكن هؤلاء اللاعبين يعني كان لهم يعني مطالبات خاصه بخارج العقد اللي بين موبايل والهلال، بحيث يكون لهم يعني مبالغ ماليه مقابل الظهور الاعلاني اللي في اعلانات موبايليه. رغم ان اكد ان العقد الموبايلي يجيز تقديم اللاعب الذي يخل بعقد الرعايه. اعتقد ان الموبايل لحد الان يعني جالسه تتعامل مع الهلال كشريك استراتيجي، وان هؤلاء اللاعبين قد يعني يتراجعوا عن قرارهم بعد المشاركه في اعلانات موبايلي والظهور في الاعلان اللي الشركه جالسه تجهزه في الفتره الحاليه. ناصر بس لو سمحت، العباره الاخيره انت قلت انه العقد مع موبايلي بينما عقود اللاعبين، انت قلت عقود اللاعبين ولا بالضبط ماذا قلت؟ لا حسب كلام الاستاذ حمود الغبيني ان العقد الموبايلي مع الهلال ينص على مشاركه اللاعبين في اعلانات الشركه. هذا واضح. ايه. لكن الجمله اللي بعدها وقال بالضبط يا استاذ محمد، قال ان العقد يجوز الموبايلي تغريم اللاعب اللي ما يشارك. لا قبلها قلت جمله انت. شو الجمله بتاعها؟ قبلها قال جمله، قال ولكن عقود اللاعبين ما ادري ما استوعب يعني ما فهمتها. كيف؟ انت بين الجملتين قلت جمله يا ناصر، بين حكايه. لا ما قلت بين جملتين، انا اقول اللاعبين يطالبون بمبالغ خاصه خارج عقد الهلال مع موبايلي. نعم يعني اللاعب يكون يعمل الاعلان لازم موبايلي تدفع له. ايه مقابل هذا الظهور في الاعلان. يعني اللاعبين يطالبون بمبالغ خاصه عن الاعلانات في موبايلي. ايه صحيح. طيب تفضل. ابدا انا شايف انه من حقهم ربما، لكن حقهم حسب العقد الموجود. افترض من حقهم يطالبون حسب العقد، ومن حقهم ايضا ومن حقهم على ناديهم انه يحفظ حقوقهم. كان يفترض في العقد الاساسي انه مقابل اي اعلان يدفع، يعني يحصل اللاعبين على المستحقات. اذا كان مو الشركه لن تبحث عن اي لاعب، عن بعض نجوم اللاعبين. انا بس كنت يعني استوضح ماذا قال الرجل، لكن حقيقه في العقد بين الشركه والنادي نص يجبر اللاعبين على عمل دعايات للشركه بدون مقابل، ولكنه لا يمنع اللاعب أن يذهب ويبحث عن إعلان في مكان ثاني بعيدا عن الشركة بشرط ما تكون شركة إنه ما تكون شركة منافسة. هذا رقم 1، و2 إنه هالإعلان ما يظهر في المباريات ولا في التمارين، يظهر مثلا على شاشة التلفزيون.
وهذا عمله ياسر وعمله كثير. يعني ما يلبس التيشيرت اسمح لي بس. تفضل. اسمح لي. تفضل. تعليقا على كلام الاستاذ محمد. الاستاذ محمود الغبيني فعلا تحدث عن هذا الجانب في تصريح الخاص بالجول اونلاين، وقال انه يعني انه يحق لهم فرض عقوبات على اللاعبين، وان العقد مع الهلال يلزم اللاعبين في الظهور في اعلانات موبايلي. ايضا تحدث انه يحق للاعبي الهلال ان يصوروا اعلانات فرديه مع شركات اخرى بس بشرط عدم ارتداء شعار الهلال، يعني يظهر كلاعب او باسمه هو، ما هو باسم الهلال. ما يلبس هذه. اي ما يلبس شعار الهلال. ما يلبس شعار. بغض النظر ان الشركه منافسه او ما هي منافسه. طيب يعني العقد واضح وصريح يعني. لا في حاجه اللي مو واضحه ابو زايد، اللي مي واضحه هل هناك يعني انا كلاعب انا مالي شغل النادي يوقع مع الشركه اللي يبغى، هل في بين النادي وبين اللاعب ما يجبر اللاعب على انه يعلن فيه اللي هو الراعي بدون مقابل ام لا؟ اذا فيه لا يحق للاعب ان يطالب. لا واضح العقد في عقد واضح. لا واضح في عقد الرعايه نص يجبر اللاعب. الرعايه ابو سليمان العقد. خل ناصر يكمل وبنناقش. تفضل. استاذ صالح اسمح لي استاذ صالح، العقد بين الشركه والنادي ينص على ان اللاعب ما دام يمثل هذا النادي اي لاعب هلالي عليه انه اي لاعب ما كان هذا الاتفاقيه ما تتحدث عنها، هذه اتفاقيه تكون بين النادي واللاعب. ما عليه. ناصر هل تصوير الاعلان كمجموعه لعيبه الهلال ولا حتى انديفيدوال يعني كل واحد الحالي؟ حتى بشكل فردي، حتى بشكل جماعي او فردي. هذه ما انا اللي اقوله يعني يحق الموبايل ان تاخذ لاعب معين يسوي اعلان فردي او مجموعه يكون يمثلون. هذا يحق له ان تاخذ لاعب هلالي. لكن اذا في عقد بيني انا والنادي كلاعب، انا لاعب اوقع عقد مع النادي، قضيه ثانيه هذه. اذا لا ما هو انت في النهايه كنادي لازم تشترط على اللاعب، والا انا اقول لك ما ابغى اسوي اعلان. ما في ابو ابراهيم ما بيوقع عقد مع شركه. لا زايد انا اللي اقصده ايش؟ انه هل النادي ارتكب خطأ ولم يضع هذا الشرط للاعب انه عليك ان تعلن؟ لا وكيل الاعمال طالما بيعترض، وكلاء الاعمال بعضهم بيعترضوا على انه ما في نص هذه بين الموبايلي ما عليها شيء يعني شركه ونادي وقعوا. المشكله بين وكلاء الاعمال او اللاعب نفسه والنادي. يعني انت باي حق تكتب او توقع الاتفاقيه وانا ما عندي اي فكره عن هذه الاتفاقيه؟ تفضل. اللي صار هو التالي: طلعوا اللاعبين الثلاثه بعد ما رفضوا التصوير، وبعد ما الشركه يعني اشتكت من هذا الشيء وقالت احنا ممكن نغرمهم وكذا، طلعوا وقالوا ما في شيء يلزمنا. طلعت الشركه نص العقد، نص في العقد انه لا انتم ملزمين بموجب هذا النص. المشكله وين صارت زي ما قال ابو عمر، المشكله انه اللاعب ما اطلع على هذا العقد ولا وكيله اطلع على هذا العقد. طبعا انا ما اعتقد انه يوافق او لا يوافق، لانه اذا وقفنا عقود الرعايه على موافقه اللاعبين هذه مشكله صراحه. يعني ما في نادي بيوقع عقد رعايه، بس لكن من حق اللاعب ووكيله انه يعرف بوجود نص مثل هذا. اي بس في حاجه معينه، يعني انا اعرف ان في نص، او يعني هل هو عرف ولا هو مكتوب ان كل لاعب يمتنع عن التصوير. شركه موبايلي تخصم مبلغ من النادي، والنادي يخصم 100,000 من اللاعب. موجود في العقد هذا بس الغلط اللي صار انه اللاعبين ما اطلعوا على العقد. انا اقول لك عقود الرعايه في السعوديه انا سبق قلت على هالطاوله سريه جدا. يعني انا تدري لما حصلت على عقد، على صوره عقد، صار تحقيق بالشركه كيف حصل هالرجل على هذا الشخص على هذا الموضوع. يكون نكمل نقاشنا. خليني اطرح سؤال اخير على الاخ ناصر. ناصر اخوي، وين وصلت العلاقه الان؟ يعني في مراحلها وين وصلت؟ لا زال اللاعبين متمسكين بعدم الظهور في الاعلام الا بمقابل مادي. وكما تحدث الزملاء حتى اللاعبين وكلاءهم انه ليس العقد الذي بينهم وبين الهلال هو على لعب كرة القدم وليس على الظهور الاعلامي. وهذه يعني هذه الاشكاليه ان الهلال لما وقع مع موبايلي وقع على انه والعقد ينص على ان جميع لاعبي الهلال يظهرون باعلانات موبايلي، بينما عقود النادي الداخليه مع اللاعبين لا تنص. لا تنص على هذا. استاذ ناصر شكرا بالعكس جزيلا. بالعكس شكرا جزيلا. يعني يمكن انا اقول لك يحدث العكس المفروض.
المفروض أنت اللاعب اللي تسوي إعلانات فردية لك، المفروض النادي يأخذ نسبة منها وليس العكس. وليس العكس. لا مو أنا معك أبو سليمان. لأنه ليش الأندية دقيقة، ليش الأندية تدفع ملايين في اللاعبين؟ حتى أندية العالم تستثمرهم في دعاية. لا بس أندية العالم بالنسبة حق الإعلانات اللي يسويها اللاعب في عقد بينه وبين اللاعب، شو نسبة اللاعب يحدد النادي. هذا اللي أقوله أنا أقول لك يعني أنا بعطيك مثل، يقول لك مثلا لاعب انتقل لنفرض من مانشستر يونايتد إلى مثلا اليوفنتوس، وش يصير؟ شو اللي يصير؟ يقول لك يمكن يكون راتبه أقل من مانشستر يونايتد، لكن فتح له مجال في الإعلانات انك انت بتعمل اعلانات بهذه القيمة أيضاً سنويا لك والنسبة أعلى. ففي الحالة تحدد اتفاقية يعني. أيضا الأخ ناصر ويانا على الخط. تفضل. أيضا أبو زايد، يعني أنا أقول لك على سبيل المثال في نجوم موجودة في عقودهم، يعني مثلا مثل جوردن كان مشروط عليه أنه يلبس دعاية راعي النادي، لكنه في العقد بينه وبينهم أنه مقابل أنه يأخذ 5% من الأرباح. أنا ألبس هذا مقابل 5%. يعني هي في النهاية حق اللاعب الآن، حق اللاعب هي مشكلة نادي الهلال، أنه نادي الهلال لم يضع شرط، لم يضع هذا ما يقوله وكلاء اللعيبة، لكن هل فعلا ما فيها الشرط؟ لأنه إدارة الهلال ما قالت أنه، لأنه لو في شرط ما قدروا خلاص. يعني أنا الآن لو عندي شرط حاجبرك على تنفيذ الشرط. وش الشرط؟ يعني انك تعمل الاعلانات، انك تعمل للشركه الراعيه، اعلانات النادي لراعي النادي تعملها مجانا. موجود بالعقد يا جماعه. عقد مين؟ موجود بين الهلال وموبايلي. انا اتكلم بين اللاعب والنادي، انا اتكلم عقد يا اخي بين النادي واللاعب يا ابو ابراهيم. ان الانديه عندنا عقودها مثل ما قال لك ناصر، هذه عقود لعب، ما تتطرق لموضوع الاعلان نهائي. هذا اللي انا اقوله. طيب هذا ما عليه، هذا السؤال. طيب ليش ما لا يتم تنظيم النقطه هذه؟ أنا لما قلت لك اوكي هذا كمشروع يطرح، لكن نتكلم عن الواقع الان. لما قلت من حق اللاعبين، لما قلت لك من حق اللاعبين يحصلون على مبالغ. طيب لاعب معين مثلا، ناخذ من ضمن الثلاثه اللاعبين اللي رافضين الدخول في الاعلانات او تنفيذ او عمل الاعلانات هذه، مثلا احمد الفريدي. احمد الان لاعب بارز وفي مستوى التصاعدي وعرضه مرتفع. ايش اللي بيميزه عن اللاعبين الاخرين؟ يجب ان توضح هذه الامور. بس اكمل لك عقده. يعني لو وجد نص بالعقد، لو وجد يا ابو بدر نص بالعقد، انا بطرح لك فكره ولا اطرح سؤال. تفضل. يفترض انه يكون ضمن العقد، طالما الهلال الان بيوقع مع اللاعب ودفع له المبلغ اللي طلبه اللاعب، يفترض تكون لدى النادي واداره النادي الاحترافيه والمهنيه اللازمه لوضع جميع النقاط والشروط هذه، انه من حق النادي انه يستثمر اعلانيا، وايضا تحدد النسب. انا ما زلت اقول من حق اللاعب، وانا اجد نفسي الان في صف اللاعبين في الجانب ذا، من حق يا اخي انت لاعب مميز، من حقك تتميز عن الباقيين مثلا الاخرين. من حق النادي نعم. يضع شروط. ايضا من حق، ما على شك، بس النقطه من حق الهلال انه يشترط نسبه معينه من اي اعلان ينفذ اللاعب. تتكلموا عن افتراضيه، احنا نتكلم عن قضيه قائمه وفق نصوص موجوده. بس هذا الفرق بيني وبينكم. انتم تتكلموا عن ما يجب ان يكون او ما ينبغي ان يكون، وانا اتكلم عن انه حاله العقود القائمه حاليا. العقد القائم اعطيت نص الاجابه يا ابو سليمان. لا يجبر. النص الثاني. العقد القائم، دقيقه يا ابراهيم. العقد القائم بين موبايلي والهلال في نص يجبر اللاعبين على عمل هذه الدعايات. يجبر النادي على احضار اللاعبين. يعني ابو سليمان السؤال واحد، هل في عقد في شيء يلزم اللاعبين من الهلال؟ خلونا اعطيكم الجمله بس اكمل الجمله. العقد في نص يجبر اللاعب على عمل الدعايه. النادي يجبر النادي على احضار اللاعب. موضوع العقد اللي تقول عن الفريدي مثلا، الفريدي الان بعد فتره بيجدد عقده يمكن مع الهلال. هنا يجي وكيله ويقول للهلال لازم يوضع نص في هذا العقد يحدد ان لاعبي ياخذ نسبة من هذه الدعايات من داخل هذه الاعلانات. طيب. يعني اذا في نص النسبة ضمن العقد الرعاية. اعتراض عليكم. لكن الواقع الان هل من حقه يروح يرفع دعوة الفريدي مثلا؟ نعم. ويقول لا انا يمتنع، واذا غرم يروح يرفع دعوة يقول هذه الغرامة باطلة. لحظة. اذا في عقد بين الهلال بين الهلال كيف تخصم عليه 100 ريال مثلا؟ النص الموجود منصور، اذا في العقد بين الهلال والفريدي نص يقول على اللاعب
أن يلتزم بأي دعاية تطلب منه من قبل الراعي الرسمي انتهى دون الموضوع كده. أي مطالبات مالية، أنا أقول لك انتهى الموضوع. لكن من الواضح إنه بند مثل هذا البند غير موجود في طالما اللاعبين أصروا ورفضوا، واضح معهم أيضا وكلاء أعمالهم، في الموضوع إذا ما ملاحظة في أي شيء يلزم اللاعبين بالنقطة هذه. أبو سليمان، العقد بين النادي وموبايلي لا يجبر اللاعب، يجبر النادي على إحضار اللاعب، لأنه موبايلي لم يوقع مع اللاعب، ما له شغل باللاعب. أنا موقع معاك يا نادي، أجبرك على أنك تجيب اللاعبين يطلعوا معي في إعلان. عشان كذا هذا من المفترض النادي الخطأ إدارة الهلال، خطأ إدارة النادي. طالما الشركة يعني اشترطت عليهم إحضار جميع اللاعبين، فيفترض نادي الهلال وأيضا الأندية الأخرى الشركة حتى تلزم جميع اللاعبين. شلون إحضار جميع اللاعبين؟ كيف إحضار؟ عفوا؟ كيف إحضار جميع اللاعبين؟ شلون إحضار؟ للإعلانات. هذا النص إذا كان موجود هذا النص إلزام اللاعبين، يحملهم سيارة ويجيبهم للإعلان. سليمان خليك جدي، لا تحول الموضوع. لا من جد انتم لا معلش، انت تتكلم، احنا نفهم الهلال عليه ان يحضر اللاعبين. كيف يحضر اللاعبين؟ يلزم اللاعبين بالحضور. كيف يحضر؟ يلزم مش يحضر. طيب كيف يحضرها؟ تقعد على كلمه يا لا الكلمه بالقانون. اذا معلش وانا اناقشك في القانون من جانب اخر. كيف تستطيع الزام اللاعبين وما بينك وبين معقد يا ابو سليمان؟ انت الان القانوني اللي يفهم منا جميعا في القانون. بموجب هذا النص الموجود في العقد بين الشركه والنادي في اجبار للاعبين انه يسووا هذه الدعايات. بين النادي وبين اللاعبين في شرط يا ما في. اذا كيف يلزم اللاعبين؟ الزمه لانك انت لاعب عندي وانا وقعت عقد شراكه. معليش يا ابو سليمان، حتشوفوا يردنا على الكلمه وفيها يعني اختلاف كبير. عرفت يعني انا اذا بيني، اسمح لي، انا بيني وبين هذا التلفزيون عقد اني اقدم برنامج. جوني بكره قالوا لي والله محمد في شركه تباك تعمل اعلان للتلفزيون. مش ملزم انا اعمل اعلان، لا مش ملزم، انا عقدي لا حبيبي. اذا وقعت الشركه، اذا وقعت هذه الشركه اللي انت فيها عقد رعايه مع شركه انه الموظفين فيها يطلعوا في دعايات، حتطلع. لازم توافق، لازم توافق، ولا يفسخ عقدك. لازم توافق. معلش يفسخ عقد اللاعب. احنا نسال عن اللاعب، حق اللاعب فين يا ابو؟ فين اللاعب؟ لازم يكون في نص بينك وبين الشركه على القبول باي اعلان. خطا وتذهب بلا اي بين النادي انا في اعتقادي حلها على اداره الهلال ان تتدارك الوضع وتحل المساله وديا مع اللاعبين، لانه حقيقه ليس لديها اي شيء. هذا اذا كان العقد غير موجود، او تعوضهم ماليا، عليها ان تجبرهم ان يعملوا هذه الدعايه. لن تستطيع اجبارهم ابو سليم. هتستطيع وسترون. لن تستطيع. لا شوف، حتى حل ودي وسترون. طالما وصل الموضوع الى تحدي بالطريقه ما علي قبل ان تحول الموضوع سيجبرون على هذه الدعايه. خلينا نشوفها الايام القادمه يعني بتكشف هذا كله. اذا كان وكلاء قبل ادخل في الموضوع الاخر، يعني في شويه ايضا رسائل من الساده المشاهدين. احدهم يقول المال مفسده اذا وضع في اليد الخطا، واعتقد ان اللاعب السعودي تفكيره محدود يقابل صرف ضخم من رؤساء الانديه بسبب الصراع بينهم. الهلال يناور من اجل ادخال اكثر من شريك استراتيجي لدعم خزينه النادي وتغطيه تكاليف العاب النادي المختلفه، ولن يجد شريك داعم كموبايلي. احد الاخوه يقول ابو زايد حتى في برنامجك لا تود ان تقرا لي ما السر وما السبب، انا اتمنى ان تطرح فكره ما سر توصل طلال من بدر الجماهير. اعتقد نقاشنا مختلف تماما يعني عن اللي تطلبه استاذي. اخوي صالح تذكر اسم ماجد تهمله وتهمل تاريخه مقابل نايف هزازي، هل هذا الاقتران متوازن في رايك الشخصي وانت اعلامي رياضي ومخضرم؟ استعجل الطريقي يمكن يقصد المولد وليس هوساوي. يمدي يغير راي، يمكن نسى عبد الله سليمان. يعني ايضا هناك الكثير من اختلاف وجهات النظر، لكن تبقى وجهات نظر عموما يعني متابعه لما الملف اللي فتحناه هنا عندنا في خط السته حول لجنه الانضباط. تم تشكيل لجنه بعضويه كافه اعضاء الاتحاد السعودي لكره القدم لوضع دراسه وتصور لهذه اللجنه. معي الاستاذ احمد عيد رئيس اللجنه. استاذ احمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. هلا اخوي نجيب، حياك الله. استاذ احمد، وين وصلنا في هذه اللجنه؟ اولا انا سعيد اني اكون معكم اليوم، وسعيد اني امسي بالخير على الاخوان الاعزاء اللي معكم في هذه الحلقه. ونحن اسعد، وكان ودي اقول لك كابتن احمد عيد، لكن لابس بشت ما اقدر اقول لك كابتن احمد عيد. لا البشت نفصل. كابتن اصغر. اذا جات المفاضله ما بين كابتن وما بين بش، لا انا اخذ الكابتنيه، وانت كنت كابتن كبير يا كابتن. الله يسلمك. الله يسلمك. انا حقيقه سمعت جزء من النقاش حول اللاعب والتزامه. نعم. وانا
انا اعتقد انه الاخ محمد الدويش كان يتكلم عن التزام اللاعب بعقود الانديه، وخاصه عقود الانديه اللي ينص عليها دعايه واعلان. نعم. فاللاعب ملزم طالما انه هناك عقد، وعقد موقع ما بين اللاعب وبين النادي، هذا العقد يلزم اللاعب على كل البنود اللي النادي يستفيد منها، يعني سواء الاستفاده الاعلانيه او الدعائيه. بس ممكن سؤال مسيك بالخير ابو عبد الله. مساك الله بالخير. هلا. يعني اذا كان فيه ما يفرض على اللاعب، اذا كان فيه بند او شرط يعني بين اللاعب والنادي، فانا احدد تحديدا العقد اللي بين النادي واللاعب. اذا كان هناك بند او شرط على اللاعب انه يعني يلتزم بهذه الاعلانات، احنا كذا نتفق. ولكن ماذا لو لم يكن هناك اي بند في العقد يشير الى الزام اللاعب بتنفيذ مثل هذه الاعلانات؟ لا، في العقود موجود هذا البند وموجود. احنا نتفق معك اذا كان البند هذا موجود، اذا لا خلاف اذا يجب ان يلتزم اللاعبين بموجب العقد. لا هذا البند موجود في العقد الاحترافي للاعب، انه اللاعب ملزم بكل ما يرد من دعايه واعلان للنادي. خلاص اذا انتهى الموضوع. الزامي مطلق. هذا البند من الانديه، هذا البند من الانديه ولا من لجنه الاحتراف وضعت يعني ستاندرد حق الانديه كلها؟ هذا من لائحة الاحتراف، عقد الاحترافي للاعب. العقد الاحترافي حق اللاعب اللي موقعينه اللاعبين انهم ملزمين بكل ما يتعلق بالدعايه والاعلان للانديه. بس السؤال استاذ احمد، لو لم يكن في العقد ما ينص على هذا الامر تحديدا، هل سيصبح من حق النادي الزام اللاعبين؟ نعم، من حق النادي. انا اقول لو لم يكن في العقد، عفوا، لو لم يكن في العقد مثل هذه الماده، لو لم يكن للنادي الحق في الزام اللاعبين بعقود احترافيه، مدخول للنائب بعقود احترافيه فيها الزام على اللاعب بالامتثال لكل ما يتعلق بعقده الاحترافي مع النادي، سواء هذا الإعلان أو دعاية، ما لم يكن هناك اتفاق ما بين اللاعب وما بين شركة أخرى للاعب يستفيد منها. ده نحن متفقين. وكلاء الأعمال أستاذ أحمد، وكلاء الأعمال أستاذ أحمد، هل من حقهم الاطلاع على أي تعاون أو اتفاق بين النادي وشركة ما؟ هل من حق وكيل اللاعب الاطلاع على هذا العقد؟ لا، هذا لا يحق لوكيل اللاعبين الاطلاع على أي شيء ينص النادي أو يخص النادي، لأن النادي له الأحقية الأكبر في عقد اللاعب. طالما ملزم في العقد انتهى. إذا العتيبي هوساوي والفريدي ملزمين أنهم يعملون الإعلانات لصالح ناديهم. طبعا. جميل. هذا شيء جانبي. انا سمعت النقاش. لا انا سعيد انك يعني اعطيتنا رايك في هذا الموضوع. لا والاخ محمد او الاستاذ محمد الدويش يعرف الكلام هذا، يعرف انه عقد اللاعب الزامي بكل ما ينص من مداخيل الانديه، سواء دعائيه او اعلانيه. نعم، الاستاذ محمد قالها لكن كلنا وقفنا ضده يعني. لا وقفنا ضده على نقطة واحدة، انه ما في العقود ما ينص. احنا كنا نطالب، لكن اعطانا معلومة الان الاستاذ احمد العيد اعطانا معلومة انه في العقد بين النادي واللاعب ما يشير لكذا. هل موجود عقد بين النادي واللاعب ينص على هذا الشيء؟ اذا مو موجود لا يوجد. في عقود اللاعبين فيما ينص. نعم. اذا خلاص اذا متفقين احنا الان كذا، متفقين مع ابو سليمان، ما احنا مختلفين معه. طالما في العقود اللاعبين بين النادي واللاعب ما ينص على هذه النقطة، اذا الموضوع منتهي محسوم يا ابو عبد الله. نعم. وفي نقطة كمان، في حالة انتقال اللاعب لتمثيل المنتخب السعودي أو منتخب بلاده، الفترة اللي يمثل فيها المنتخب تتحول الدعاية والإعلان من النادي إلى المنتخب، وللاعب لاعب المنتخب الحق في الامتثال لكل ما له دعاية وإعلان للمنتخب دون وجود عقد يا أستاذ أحمد. نعم، لا يوجد عقد بين اللاعب والمنتخب في لائحة. بالنسبة للاعب والمنتخب ما هناك عقود، ولكن في مع ذلك ملزم لأنه في لائحة الاحتراف. جميل. أستاذ أحمد، أنا بدخل وياك الموضوع الآخر، لكن خليك وياي على الخط لأن عندي فاصل إعلاني مضطر أخذه. بعد الفاصل نواصل مع الكابتن أحمد عيد.
استاذ احمد مره ثانيه ارحب بك، وفي الواقع انا بتحدث عن يعني لجنه الانضباط او المقترحات لجنه الانضباط، وهناك عندنا محور اخر نطمع فيك انك تتحدث باكثر من محور ويانا، فتحدثني عن اللجنه هذه وين وصلتوا فيها؟ اولا كلف سمو الامير نواف باحداث هذه اللجنه، واللجنه الهدف الاول فيها اعاده صياغه اللائحه حسب ما يتناسب والوضع الحالي للرياضه السعوديه، وانا اتفق مع سموه واتفق مع كل من تحدث عن اللائحه وما فيها من بنود قد لا تتفق مع الوضع الحالي للرياضه السعوديه وبالذات رياضه كره القدم. نعم. ولكن قبل ان ابدا اتكلم في الموضوع هذا احب اني انا اشيد بكل الادوار القانونيه اللي الاتحاد السعودي بدا يعمل فيها، ورياضه كره القدم تشعبت واصبحت من رياضه تمارس الى رياضه تقنن. فانا مع كل الاطروحات اللي طرحت حول إعادة صياغة بعض اللوائح، ومن ضمن هذه اللوائح لائحة الانضباط. لا يختلف أحد أن الانضباط عنصر أساسي في رياضة كرة القدم. صحيح. ولا يختلف أحد أنه الأندية هي العنصر الأساسي، ممثلة في لاعبيها وممثلة في جمهورها وممثلة في مجالس إدارتها وممثلة في مدربيها، فلذلك للأندية الحق في مناقشة ولها الحق أيضا في وضع بعض الأسس والأنظمة اللي تتناسب وحجم عطاءاتها، وكذلك أيضا الإعلام وكذلك القانونيين. فأنا أتفق مع سمو الأمير وأتفق مع الرأي العام ككل أنه في بعض من بنود هذه اللائحة يجب إعادة صياغتها. ما توصلنا إليه أنه تحصلنا على كل الأطروحات اللي طرحت من خلال الأندية واللي طرحت من خلال المهتمين برياضة كرة القدم السعودية، وإن شاء الله سيكون هناك اجتماع يوم 28 ديسمبر الحالي، ومن خلال هذا الاجتماع إن شاء الله نوفمبر الحالي، ومن خلال هذا الاجتماع إن شاء الله ستبدأ خطوتنا الثانية مع الإخوان الأعضاء حول اللائحة وما يستجد فيها إن شاء الله. جميل. أستاذ أحمد أو كابتن أحمد، نحن يعني طمعانين أكثر. نعم. بس نقطة. ما اسمع. بسأله في نقطة في الموضوع هذا. طبعا أنا أتمنى لكم التوفيق أستاذ أحمد. الله يسلمك. وأتمنى أنكم إن شاء الله في النهاية تتوصلوا إلى لائحة واقعية يستطيع القائمون على تطبيقها فعلا أن يطبقوها. ولكن أنا عندي تحفظ بسيط يعني من حيث المبدأ، أنه العادة أنك لا ترمي لائحة أنت طبقتها ثم تأتي بلائحة جديدة، يعني لا ترمي قانون أنت تطبقه ثم تأتي بقانون جديد. ما جرى عليه العمل دائما وأبدا أنه تأخذ هذه اللائحة المطبقة وتطور وفقا للسلبيات اللي كشف عنها التطبيق. يعني فأنا كانت وجهة نظري أنه اللائحة الموجودة في الموسم الماضي فقط تتلافى السلبيات اللي نتجت عن التطبيق واللي تكلموا عنها سواء رؤساء الأندية أو حتى الإعلاميين فقط، لكن ما ترمي هذه اللائحة وتأتي بلائحة جديدة ثم يتضح فيما بعد أنه هذه اللائحة بعيدة كل البعد عن متطلبات الواقع الرياضي، ثم تشكل لجنة أخرى لكي تدرس هذه اللائحة وتغير منها. أنا أعتقد مع احترامي أستاذ أحمد للي حدث، أنا أسميه هذا نوع من الارتباك في العمل القانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم. والله هذا رأي أحترمه وأقدره، ومن وضع الحالي كمسؤول لإعادة صياغة هذه اللائحة إن شاء الله نعيد الرؤية لكل ما طرح حول هذه اللائحة سواء اللائحة القديمة أو اللائحة الحالية، وسنستعين. الأخوة الأعضاء في هذه اللجنة ليسوا الوحيدين المعنيين بهذا الأمر، ولكن إن شاء الله سنستعين بكل الآراء وكل الأطراف الأخرى القانونية اللي لها حضور واللي لها رؤية.
فالرؤية ليست رؤية رئيس اللجنة لإعادة الصياغة ولا رئيس لجنة الانضباط ولكن الرؤية بما يتناسب وحجم عمل الأنظمة والقوانين القائمة في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. أتفق معك يا أخ محمد على بعض النقاط، ولكن أيضا الوضع يحتم علينا إعادة دراسة كل ما طرح في الانضباط، وفي النهاية ستظهر لائحة إن شاء الله تتناسب وحجم العمل اللي نحتاجه لمستقبل رياضة كرة القدم السعودية. الله يوفقكم إن شاء الله. وكابتن أحمد يعني محتاجك في المحور القادم، أرجوك تكون معنا يعني خلال الدقائق المتبقية من البرنامج. نتحدث عن تحديد سقف الرواتب، هل ينقذ الأندية من أزماتها؟ نشاهد. بعد كل صفقة لا يتوقف الجدل ولا تنتهي التساؤلات، من يستحق ومن لا يستحق؟ لماذا كل هذه المبالغ الخيالية؟ من هو اللاعب الذي يملك موهبة تساوي كل هذه الملايين؟ السهلاوي نجم النصر هل يستحق أن يصل ثمنه إلى 33 مليون ريال؟ وليد عبد الله حارس الشباب هل يستحق 24 مليون ريال؟ وهل ياسر القحطاني يستحق 30 مليون ريال؟ وهكذا ندور في نفس الدائرة في كل موسم وبعد كل صفقة. ملايين الريالات تتسابق الأندية السعودية لتضعها تحت أقدام من يستحق ومن لا يستحق من أجل الفوز في سباق الصفقات مع الأندية الأخرى، حتى ارتفعت أسعار النجوم إلى مبالغ خيالية وأثقلت كاهل الأندية بفاتورة مالية ضخمة مع بداية كل شهر. واليوم نفس الأندية التي رفعت الأسعار هي نفسها التي تطالب بتحديد سقف الرواتب، في مقدمتها الهلال والأهلي. هذا الاتجاه قوبل بمعارضة شديدة في الملاعب السعودية وأثار الكثير من الجدل، وبدأت بعض الأسماء اللامعة في الكرة السعودية تفكر بجدية في الرحيل من الدوري السعودي والاحتراف خارجيا في حالة تحديد سقف الرواتب. وأعلن أكثر من لاعب عن رغبته في اللعب خارجيا في حالة تطبيق هذا النظام. التجربة طبقت في الكرة الإماراتية مؤخرا، وتم تحديد سقف رواتب ومكافآت اللاعبين المواطنين بحد أقصى 100,000 درهم في الشهر للاعب من سن 23 سنة فيما فوق، وبحد أدنى 10,000 درهم. ولكن البعض يرى أن تحديد سقف الرواتب يقتل طموح اللاعب، خصوصا وأن اللاعب في أوروبا يحصل على مبالغ كبيرة وفقا لموهبته دون تحديد سقف للرواتب، مما يجعله دائما في حالة تألق وعطاء وحماس لتقديم الأفضل في كل المباريات. إذن في هذا المحور كابتن أحمد، يعني خلني أسألك وبصفتك نائب رئيس لجنة الاحتراف، يعني بالنسبة لسقف رواتب اللاعبين والعقود والمقدمة، هل جتكم مقترحات من الأندية حول هذا الموضوع؟ أولا أنا لا أود أن أخوض في موضوع مثل هذا الموضوع، لأنه الحديث ورأيي في هذا الموضوع يحسب. في الآن اختلاف وجهات نظر في الاتحاد الأوروبي حول سقف اللاعبين. نعم. وزيادة مداخيل لاعبي كرة القدم أصبحت زيادات يرى البعض أنها في غير محلها. ولكن المقام الأول في عقود اللاعبين هي العرض والطلب. صحيح. فمتى ما كان هناك عرض ومتى ما كان هناك طلب، فالعملة الصعبة في اللاعب هي إمكانياته، وبعض إمكانيات اللاعبين لا تقدر بثمن. صحيح. والأمثلة على هذا كثيرة. من الصعب أننا نجزم بأن اللاعبين رواتبهم عالية بدون عمل دراسة
ودراسة مستفيضة على اللاعب العربي واللاعب السعودي واللاعب الخليجي. أنا أعتقد أنه من الظلم أننا نحدد أمر ما في إحصائيات دقيقة أو إحصائيات في مداخيل الأندية، وإن كانت بعض الأندية مداخلها أقل بكثير من صرفها. نعم. هذا يجب إعادة صياغة ميزانية الأندية، ويجب البحث في الميزانية الحقيقية لكل نادي. نعم. من خلال الميزانية الحقيقية لكل نادي يحدد تبعيات عقود اللاعبين والمدربين والمكافآت، وأيضا تحدد أيضا أمور أخرى. فيجب أننا نعمل إحصائيات كبيرة، ونسعى إلى عمل دراسة تشمل الفكر وتشمل المدخول للاعب وتشمل أيضا ما يقدم اللاعب. نعم. البعض يقول أنه بعض اللاعبين ما يقدموا بحجم ما يأخذوا. نعم. فهذه أيضا أمور تحتاج إلى دراسة أكبر. أكيد. أستاذ أحمد، هل أفهم من هذا لو سمحت أنه لجنة الاحتراف لا تعرف كم رواتب اللاعبين في السعودية؟ لا طبعا تعرف كيف، عندنا إحصائية كاملة برواتب اللاعبين. أو أنها أو تشكون أنها حقيقية؟ أنا شخصيا أرى إنه في بعض اللاعبين مداخلهم أعلى من ما يقدموا. لا بس أنا أقصد اللي في العقد الآن اللي عندكم. هل الأرقام صورية ولا حقيقية اللي توصلكم؟ احنا مفترض تكون اللي توصلنا لأرقام حقيقية. مفترض. كابتن أحمد عيد، أنا شاكر لك جدا مداخلتك اللي أثرت الكثير في المحاور اللي تحدثنا فيها. شكرا لك كابتن، وإن شاء الله على لقاء آخر. إن شاء الله وأنت طيب. تحياتي للإخوان وشكرا للمشاهدين. الله يوفقكم إن شاء الله. منصور، يعني نتحدث عن عن سقف اللعيبة، وممكن نحن نتحدث أو نقول في قرار أنه ما يزيد عن 100,000، لكن هل فعلا هذا الواقع اللي بيتطبق تحت الطاولة ما بيكون في خاصة قلة العرض وزيادة الطلب تعلي سعر اللاعب؟ صعب انك تقول والله 100,000 آخر. اولا الطلب ابو زايد على تخفيض عقود اللاعبين، قيمة عقود اللاعبين اللي وصلت الى عشرات الملايين، الرواتب اعتقد انها تتجاوز 20. شو السبب؟ السبب فكر رؤساء أندية. بالضبط. الفكر بدا من رئيس، بصراحة من نادي الاتحاد دفع مبالغ كبيرة في جلب بعض اللاعبين، سعود كريري وسعيد الودعاني على ما اعتقد، وبعد كذا بدأت السبحة، انفرطت السبحة. النصر دفع مثلا في السهلاوي 30 مليون وربما اكثر، حقهم الشباب الان، الهلال الان، ايضا الاهلي في الطريق في العقود الاخرين، العقود الاخيره. الموضوع مو مرتبط بمستويات اللاعبين. لو اردنا بصراحه التدقيق في الجانب ذا، لو كانوا اللاعبين ما نحسدهم حقيقة، حتى لا يفهمون أننا نحسدهم على هالمبالغ، ولكن لماذا لا توجد أي عروض احتراف خارجية للاعبين بنصف هذه المبالغ اللي يحصلون عليها؟ إذا الموضوع ما هو مرتبط بمستويات اللاعبين بقدر ما هو مرتبط بفكر من يدير الأندية، هذا جانب. ولكن لي تعليق بسيط، مثلا يقول لي أستاذ أحمد عيد أنه لجنة الاحتراف لا تستطيع التدخل أو فرض سقف معين لعقود اللاعبين. في الحالة هذه توصل الأرقام إلى مرشحة للازدياد في ظل ندرة اللاعبين وندرة المواهب. في الجانب هذا يجب تطوير. هو تكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي يجب تطوير مداخيل الأندية. كيف يمكن تطوير مداخيل الأندية والأندية مقيدة بعقود لا تعرف عنها شيئا، سواء النقل التلفزيوني، سواء عقود رعاية هيئة دوري المحترفين يأتيها الفتاة. أنا أرى إذا كانت ستبقى عقود اللاعبين كما هي مفتوحة، فيجب أن تمنح الأندية حقها في استثمار مواردها الكاملة، بما فيها حقوق النقل التلفزيوني يجب أن يكون بيد النادي وليس بيد الأندية الكبيرة تحديدا اللي ذكرناها. هي التي تصرف أكثر، هي اللي ستدفع مبالغ على 20 و25 مليون. إذا وصلوا 4-5 هذا في الفترة الحالية، في الفترة الحالية مستقبلا أرقام مرشحة. هل بإمكان أي نادي توفير 100 مليون لتجديد عقود 4 لاعبين بتبرعات أعضاء شرف؟ هذه لا يمكن إتمامها بطبيعة. خلنا نسأل، بعود لك أبو إبراهيم، نسأل أصحاب الشأن. معي الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي. مساك الله بالخير يا طويل العمر. مساك الخير ابو زايد، مساء الخير ضيوفك الكرام. سعداء بسماع صوتك، الله يسلمك. الله يحييك، انا سعد، الله يطول عمرك. سيدي، هل هناك تحالف او هل هناك جلسات بين رؤساء الأندية على اساس ان فعلا تطبق هذه المسألة وتخفف الأعباء على التزامات الأندية؟
اولا ابو زايد بس عشان تكون الصوره واضحه للجميع، يعني الى الان لم نجتمع، هي مجرد فكره طرحت ولم يعني ولا تم مناقشه الفكره او الى الان. طبعا هو المقترح كمقترح انا في وجهه نظري انه حينفع جميع الانديه، مو بس الانديه الكبيره او الانديه اللي قادره على شراء اللاعبين. طبعا الجميع يعرف الان بعض المغالاة في العقود. الاحتراف لا يحكم من هذه الظاهره، فالضرر الاكبر حيكون على الانديه، مداخيل الانديه لا توفي قيمه هالعقود بكل امانه. نعم. لما يكون انت عقد الرعايه عندك لا يتجاوز مبلغ مثلا 50 مليون او 60 مليون، وتضطر انك تجدد مع 3 من نجوم من الفريق، كل واحد يبغى 25 مليون تقريبا. فحيكون ضغط على الانديه، هو التوقيع سهل. مين اللي عمل هالضغط سمو الامير؟ مين اللي عمل هالضغط؟ مش انتم كرؤساء انديه؟ هو يا طويل العمر هو مو نتاج سنه، يعني هي تراكمات بدات من فتره، يعني من اكثر من 8 سنوات تقريبا. لكن طبعا لغه الارقام تغيرت بين 8 سنوات الماضيه واليوم، يعني اللي كان اول 6 و9 مليون اليوم وصل الى 30 مليون. فما في شك انه الانديه هذا يعني التضخم. اقول هذا التضخم التضخم هو اللي يعني خلينا نقول مثل الاول كان الواحد ب 100 ريال او ب 100 درهم يروح يتقضى الاسبوع، الان 1000 بسبب ما لحقت انا على الفتره اللي ب 100 ريال تقضى الاسبوع. انت لحقت عليها ابو ابراهيم. تفضل سمو الامير. اي بس انا اللي اقوله يعني هو في النقطه اللي المهمه اكثر، اذا احنا الان في المنتخب السعودي الان في المركز 98. نعم. هل قيمه العقود توازي موقعنا في الترتيب العالمي؟ لا. يعني هل قيمه اللاعب توازي تصنيفنا في الفيفا؟ لا. يعني هي لو ناخذها نسبه وتناسب لا يمكن انك توصل الى هالمبالغ. طيب وهل بس هي قضيه عرض وطلب. لا هل اللاعب الاجنبي اللي يجي يلعب في دول الخليج ويدفع له ملايين، هل يستطيع ان يجدها في الدوري الاوروبي؟ تاكيد ما يجد الملايين. ليش؟ بس من هو في صالح اللاعب؟ لا هم يقول لك ليه ما يروح اللاعب؟ هل سيجدها في الدوري الاوروبي؟ حتى لعيبه الان يجون من دوريات اوروبيه يلعبون في دورياتنا وهم محصلين هالمبالغ. لازم تدفع اكثر. ما علي يعني انت هني تفرق وياك، هذا موضوع اخر، تفرق وياك انه ما في ضرائب ما في هذا، لكن تدفع له مبلغ مثل ما يدفعون هناك في اوروبا. لا ابو زايد، اللاعب اللي حيترك اوروبا وبيجينا حيكون المبلغ حقه مضاعف. يعني انا اعطيك مثال على لاعب اظن كان في الامارات التشيلي فالديفيا. نعم فالديفيا. نعم فالديفيا بكم جاء للعين الامارات؟ 17 مليون يورو حق 4 سنوات. وما كملها ايضا ورجع. يعني كان ماني غلطان انه لما رجع كان راجع ب 7 مليون يورو. نعم. فاللي اقصده انه هل فالديفيا حيلقى المبلغ هذا لو ما كان جاي الخليج؟ لا يمكن انه يتجاوز ال 10 مليون يورو. يستلم مبلغ كبير في الدوري البرازيلي. اي نعم، الدوري البرازيلي لاعب مميز الان، انه المصاريف عندهم ارتفعت بشكل جدا ممتاز للاعب البرازيلي. عشان كذا فيه عوده للاعب البرازيلي من الدوريات الاوروبيه للبرازيل الان. لكن نرجع احنا نحكي عن اللاعب السعودي او عن فكره تحديد السقف الاعلى. نعم. هي مجرد محاولة يعني، ولا تضمن بكل أمانة، ما تضمن الجميع يلتزم فيها يعني. أنا بدي أطرح نعم. فهي محاولة ربما أنها تنفع الكرة السعودية عموما يعني. بتنجح؟ الضغوطات على بتنجح ولا بيصبحون رؤساء الأندية يتفقون على شيء فوق الطاولة ويدفعون شيء من تحت الطاولة؟ تجي رئيس آخر ولا مسألة تنجح. الأمير فهد الآن ويجتمعوا رؤساء الأندية على طيب لو كان لاعب هو، هل حيرى برضو انه في مغالاة في سعر اللاعب وقيمة اللاعب؟ وحقيقة احنا ننظر باشياء من جانب واحد، من جانب مصلحتنا، مصلحة النادي انه ما يدفع فلوس، هذا امر طبيعي. طيب مصلحة اللاعب امر اخر. يعني انا الان اقول كثيرين يهاجموا اللاعبين، لماذا؟ طيب لو انت لاعب حتقول لا انا سعري مو 10 مليون، اعطوني بالله عليكم مليون، لانه هذه قيمة الحقيقية. مين يحدد القيمة الحقيقية؟ امر اخر، ماذا لو اتى داعم للنادي الاهلي هذا العام ودفع 100 مليون مثلا؟ هل سيرضى النادي الاهلي بانه يكون يحدد سقف الرواتب؟ ولا
انا اقول طيب ايش رايك؟ نجي هنا نقطة أخرى، تحديد من اللي يحدد قيمة اللاعب؟ هو عطاء اللاعب، هذا في المقام الأول. الشيء الثاني يعني خلينا نحكي بكل أمانة، من عندنا لاعب يعني في المنطقة، أنا بحكي عن السعودية بس، في المنطقة كلها من عندنا لاعب الآن هذا الدين هذا ممكن بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة يكون محترف في أوروبا أو ما عندنا. احنا عشان نقيس قيمة اللاعب لابد أن يكون الغلطة منها إدارات سابقة للأندية. نعم. بكل أمانة يعني ما هو اللاعب ما كانت هذه طلباته لو كانت العقلانية موجودة من قبل 7 8 سنوات. المبالغة اللي حدثت ذيك الأيام الآن هذه مجرد أنها زادت الأرقام. سمو الأمير، ما تعتقد إنه اللي الآن اتجهت له بعض الأندية اللي هو توزيع مقدم العقد على الرواتب قد يكون حل جدا ممتاز أخوي محمد، بس أنا بقول لك نقطة ثانية. تفضل. لما يجيني لاعب عقده مثلا 25 مليون 4 سنوات، حضطر ادفع له 500,000 شهري. 500,000؟ ايه لما تقسم المبلغ على مدة عقد على مدة 4 سنوات. نعم. المشكلة عفوا يا ابو سعود، الان حتصير عندك مشكلة انك ما تقدر تفي بالتزاماتك المادية الشهرية. صحيح. يعني ما عندنا نادي في المملكة الان يعني ما في نادي في المملكة ما عنده تأخير أقل شيء شهر. نحول أنديتنا FC كلابز وانتهى الموضوع سمو الأمير. أنا في اعتقادي نحولها كرة قدم نادي. أنا في اعتقادي المشكلة ليست في مسألة المغالاة وعدم المغالاة، المشكلة قائمة أنه رئيس النادي لا يملك هذا النادي، وبالتالي لا يخطط للمستقبل النادي هذا النادي فقط أجي 2 3 ممكن أوقع عقود وأطلع بعدين وأورط الناس كلها. فالقضية مو قضية برفع الأسعار ونزول الأسعار، القضية أنه ما زال النادي إلى الآن ما له هوية. أتفق معك. ما له هوية، لابد أنه يكون له هوية. هذيك الساعة أنا كرئيس نادي أحدد صح. الأمور. نعم. الأمر الثاني عندي دقيقتين باقي. آخر شيء، الأمر الثاني مسألة اللجنة اللي تكلم عنها الأستاذ أحمد. نعم. أنا أتمنى أنه نبطل نفكر بصنع العجلة. في دوري إنجليزي له 100 سنة وزيادة، في دوري إسباني له أكثر من 80 سنة، جيبوا لوائحهم زي لما جاء المرور عندنا وضعنا الإشارات وهذا، جبنا قوانين المرور من هناك، ليه نخترع إحنا؟ نعم. معلي صالح، أنا في نقطة معين الله يرضى عليك، انه الان الدوري الاسباني والدوري الايطالي كان مهدد بالايقاف لفتره معينه. نعم. لمشاكل ماليه. نعم. فالمشكله منها يعني لا ننظر للجانب الايجابي وليس السلبي في اوروبا ايضا. نعم. كل الجميع يمر، الحاله الاقتصاديه في العالم كلها سيئه، احنا سيئين تنظيميا. صحيح. ايضا يعني انا تاكيد الكلام. لا في فروقات بين النادي هنا والنادي هنا، لا يوجد مقارنه بين هنا وهنا. لا بس عندنا مشاكل ماديه. مشاكلنا مختلفه ابو زايد، غير مشاكلهم. عندهم ديون يا ابو زايد وقاعد يحلوها، لكن مشكلتنا احنا انه يجي رئيس نادي يخترع لك ديون. بلاتيني لا قاعد يهدد انه الانديه اللي عليها ديون. ابو زايد حتى لو طبق هذا الموضوع بمثاليه، موضوع تحديد صفقات بمثاليه ايضا لا يخلو من سلبيات. نعم تفضل سمو الامير. لا انا كنت بس بقول الاخ منصور بدر قال كلام جدا ممتاز. احنا كانديه يعني متاكدين انه ممكن تكون عندنا مداخيل اعلى من اللي نستلمها الان، بالذات النقل التلفزيوني. فاذا الانديه ما هي مشاركه اصلا في موضوع النقل التلفزيوني والحقوق اللي المفروض انها يعني كل نادي عنده توقع معين انه قديش ممكن يحصل من نقل مبارياته. نعم. لكن للاسف هذا صار يعني دخل لا يذكر، مع انه هو الدخل الاهم. يمكن بالنسبه لي انا كنادي اهم من عقد الرعايه اللي انا عندي. نعم سمو الامير، انا يأسفني ان الوقت ادركني، لكن بالتاكيد في حلقه قادمه بنناقش هذا الموضوع بالتفصيل، واتشرف انك تكون احد ضيوفي. شاكر لك سمو الامير فهد بن خالد. الله يسلمك، الله يعافيك. عموما يعني انا فعلا ما عندي وقت غير دقيقه، بس خبر حصري. يعني نادي النصر تعاقد مع لاعب كبير جدا، هداف فريق تشومبك الكوري لي دونغ جوك. هذا اللاعب امام، اعتقد ابتدى النصر يفكر يعني ان في لعيبه
اللي هو رقم كم؟ والله لاعب جيد، وعلى إدارة النصر أنها لا تلتفت رقم 20 لكثير من انتقادات حقيقة، لأنه حقيقة الأسماء هذه صعبة. العربية الله امشي فيها. بس عنده معناته النصر ما ينقصوا بسيولة، عنده مبالغ يستطيع يتعاقد مع لاعب وبيعمل لكنه غير محفوظ. هو عموما نحن يعني موعودين بأن شو يسمونه نناقش امور نادي النصر قريب جدا، ونشوف حركه التصحيح اذا كان هناك حركه تصحيح الى وين يعني بتوصل. شاكر لكم يعني كالمعتاد هذا شاكر لكم كالمعتاد يعني اثراءكم للحلقه بهذا النقاش، واشكركم اعزائي المشاهدين، دمتم بألف خير.